تخيل ان في شباب عندهم 18 او 20 سنه بيقدروا ان هم يدخلوا فلوس اكتر من مدير شركه عنده 40 سنه. الحقيقه اللي هتصدمك ان هم ولا معاهم راس مال كبير ولا عندهم اي خبره في اي مجال، ولكن الحاجه الوحيده اللي هم بيعرفوا يعملوها هي الدروب سيرفيس. الدروب سيرفيس ببساطه بيخليك تبني شركه كامله اونلاين من غير ما تحتاج ان انت تعمل اي خدمه بنفسك. كل اللي عليك انك تكون الوسيط ما بين عميل محتاج الخدمه وفريق محترف بينفذ الخدمه، وانت بتاخد الفرق. والموضوع مش مجرد كلام وخلاص، لان انا عملت لك تحدي كامل لمده 5 ايام هتتعلم فيه ازاي تعمل البيزنس بتاعك بالكامل من الصفر، وهنتعرف مع بعض على اكتر خدمات مطلوبه في 2025، وكمان هقول لك ازاي تبني البراند بتاعك بالتفصيل من غير ما يكون عندك اي خبره في التصميم. واخر واهم حاجه هعلمك ازاي تجيب عميل يدفع لك فلوس كتير جدا كل شهر. كل اللي انا هشرح لك في التحدي ده مش محتاج انك يكون عندك اي خبره في اي مهاره، ومن غير ما تحتاج لاي راس مال كبير. تخيل نفسك بعد 3 شهور من دلوقتي عندك الشركه الخاصه بتاعتك وبتشتغل من اي مكان من اللابتوب بتاعك، وحرفيا انت بتدخل فلوس وانت نايم. ومش عايزك تقلق خالص، لان في شباب اقل من 18 سنه بيعملوا كل شهر مبلغ بيعدي ال 10000 دولار. الفرصه دي مش هتفضل مفتوحه طول الوقت، ويا اما تاخد خطوه وتغير حياتك دلوقتي، يا اما تفضل في نفس مكانك. للاسف لو انت متبرمج زي باقي القطيع وبتنزل كل يوم الصبح الساعه 9 تفطر، بعد كده تطلع الشغل بتاعك وترجع الساعه 5 او الساعه 6، بعد كده تتغدى وتنام وتكرر نفس اليوم لحد ما تموت، فللاسف عمرك ما تعمل فلوس وعمرك ما توصل للحريه الماليه، لانك بتدفع بوقتك مقابل فلوس. بعد كده تفضل تستنى لاخر الشهر عشان تاخد مبلغ معين، وفي الاخر المبلغ اصلا ما بيعديش حتى ال 100 دولار. يعني انت في مصر حاليا، فللاسف 100 دولار مش رقم خالص انت تعمله في البيزنس. وزي ما قلت لك مستحيل اصلا توصل للحريه الماليه عن طريق الوظيفه، لان انت مربوط بان انت تدفع وقت مقابل فلوس. يعني انا لو اشتغلت النهارده مثلا 10 ساعات او الشيفت بتاعي 10 ساعات، فبرجع على اخر الشهر انا دافع حوالي 300 ساعه مقابل 5000 جنيه او 6000 جنيه. ورقم اصلا، يعني لو انا اصلا حطيت 5 ساعات او 4 ساعات بس من يومي في البيزنس، فانا هاجي على اخر الشهر ممكن الاقي نفسي عامل 50000 جنيه عادي جدا. بس الفكره كلها في العقليه بتاعتك. لو ظبطتها على انك تعمل بيزنس وتظبط حياتك وتصحى كل يوم في اي وقت انت عايزه وتشتغل في اي وقت وفي اي مكان، هتوصل للحريه الماليه. بس لازم تسمع من الشخص الصح وتسمع الكلام الصح وتطبق كل الكلام اللي هقول لك عليه خلال الكورس. الوظيفه انت بتبادل وقتك بفلوس، البيزنس انت بتعمل سيستم من غير ما تكون موجود. السيستم ده ممكن يشتغل حتى وانت نايم ويدخل لك فلوس، مش مجرد انت تحط وقت وخلاص. يعني مش معنى ان انا اشتغل كتير فانا هعمل فلوس كتير، بالعكس انت بتشتغل سمارت نوت هارد. يعني ايه؟ يعني ممكن اشتغل ساعتين 3 بس في اليوم والاقي نفسي اخر الشهر انا عارف اجيب عملاء وعارف اجيب فلوس كويسه جدا. ولو لاحظت كل الناس الاغنياء، ايلون ماسك، اندرو تيت، ايمان جاتزي، كل الناس دي عملت نفس الفكره، ومفيش حد فيهم بيشتغل موظف. بالعكس كل واحد فيهم عنده البيزنس بتاعه وعنده اصلا بيرسونال براند بيبيع منها، سواء بيبيع منها منتج رقمي او الكورس بتاعه. ولكن هو ما عندوش حته ان انا اصحى الصبح اشتغل من الساعه كام للساعه كام وحد بيدير عليا. بالعكس انا بقى مدير نفسي، وابدا ان انا ابيع الخدمات للناس، او ابدا ان انا اعمل الشركه بتاعتي او ايا كان. فانا عايزك من النهارده تشيل فكره ان انت موظف. حتى لو انت موظف دلوقتي اوعى تسيب الشغل، يعني حاول انت تخلي الشغل ده على جنب، ولكن ابدا واحده واحده تخصص وقت للبيزنس وتبدا ان انت تنسحب بالتدريج من الشغل بتاعك. يعني اول ما انت تخش البيزنس وتبدا لنفسك بدات تعمل مثلا نفس الرقم اللي بتطلعه من الوظيفه، على طول روح استقيل من الشغل وابدا ركز على البيزنس بتاعك وطوره، وباذن الله هتعمل فلوس كويسه جدا 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 وانت قاعد في البيت. ايه الفرق ما بين عقليه الموظف وعقليه رائد الاعمال او رجل الاعمال؟ الموظف بكل بساطه بيصحى كل يوم يروح الشغل بتاعه، يشوف هو وراه ايه، وراه بنات ايه اللي يبعتها، وراه يعمل ايه، او ايا كان. يعني لو شغال في شركه او شغال في ورشه، اي حاجه من الحاجات دي، بيشوف ايه اللي وراه يعمله النهارده وخلاص. يعني حتى ممكن ما يستفادش اي حاجه من اللي هو عمله اصلا. انما بقى رجل الاعمال او رائد الاعمال بيصحى كل يوم يبدا يفكر ازاي اطور السيستم بتاعي اكتر، ازاي اخلي الناس شغاله من غير ما يعتمدوا عليا. يعني خلاص انا ظبطت لهم السيستم، هم بيمشوا على سيستم معين، بيمشوا على تاسكات معينه وبيبداوا ينفذوها، وانا بيجي لي فلوس وهم بيجي لهم فلوس، ولكن انت بيجي لك النسبه الاكبر من الارباح والعوائد. الموظف دايما بيدور على الامان المؤقت، يعني عايز بقى يبقى عنده استقرار وامان، ويقول لك انا كل شهر بيجي لي مبلغ معين، فانا خلاص انا كده مستقر واقدر اروح اتجوز واعمل واعمل واعمل. وللاسف ما بيعملش حاجه لان المبلغ مش هيكفيه اصلا لوحده. ولكن رجل الاعمال ممكن فعلا حياته تكون ريسك، لان فعلا ربنا خلقنا كفئتين، فئه الموظف وفئه رجل الاعمال. لو مفيش حد بيعمل بيزنس مفيش حد هيشتغل كموظف، فانت لازم تفهم النقطه دي. ولو انت دخلت الكورس ده فانت اكيد ربنا الهمك بحاجه، او انت في عندك حاجه مختلفه عن الباقي،
وعندك عقليه او حابب ان انت تغير نفسك وتبقى فعلا صاحب مشروع او صاحب بيزنس وتبدا تتاجر وتبدا ان انت تكسب فلوس عادي جدا وتكسب فلوس كتيره جدا وتصل للحريه الماليه ومحدش يبقى بيأمرك بشيء. فرجل الاعمال بيمشي على مقوله نو ريسك نو فن، ولكن بيبقى برضه في اساسيات بيمشي عليها. ما ينفعش ان هو يروح يرمي فلوسه او يرمي اي حاجه كده وخلاص، لازم برضه يبقى باني او عنده تفكير للحاجه اللي قدام دي اللي هيعملها، او دارس الحاجه اللي هو قبل ما يخش اصلا عليها يبقى عارف هو بيعمل ايه. وحتى لو خسر فلوس او خسر وقت فهو بيحسبها ان هو ما خسرش لان هو اتعلم. فانت مثلا لو دفعت فلوس في حاجه فمستحيل ما تكونش استفدت منها، وده الفرق ما بين الموظف وما بين رائد الاعمال ورجل الاعمال. حاليا احنا في 2025 وفاضل تقريبا اقل من 4 شهور والسنه تخلص، ولكن في فرصة قوية جدا 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 تقدر تستغلها وتدخل في السوق من دلوقتي، عشان الفترة الجاية هيبقى في منافسة شديدة جدا جدا جدا، والموضوع ما بقاش سهل. بقى دلوقتي كل شوية بيطلع أدوات جديدة، بيطلع حاجات جديدة وبتسهل فعلا الشغل على الناس. وفي غيرك كتير بيبدأوا، يعني انت لسه في مكانك ولسه بتفكر هتعمل ايه وبتفكر هتختار ايه، وفي ناس بتخش وبتدوس وبتعمل فلوس والدنيا بتمشي. فالمنافسة بقت شديدة جدا، وتعالى اقول لك بقى ايه هي الفرصة اللي انت ممكن تستغلها وتعمل بقى منها اول فلوس ليك اونلاين باذن الله. الفرصة دي مش محتاجة يكون عندك راس مال ولا عندك اي خبرة ولا عندك اي مهارة متعلمها ولا اي حاجة من الحاجات دي، لان كل دي اعذار عند الناس عشان تبدأ. فانا عملت لك في الكورس ده حاجة تكون بعيدا عن كل الكلام ده وتكون مناسبة ليك ومناسبة لحالتك الحالية، لان انت اصلا ما عندكش وقت ان انت لسه هتتعلم مهارة. يعني عشان تتعلم مهارة محتاج على الأقل 6 شهور عشان تبقى محترف وتبيع مهارتك أصلا بشكل يعني مثلا تبيع الخدمة بتاعتك ب$100 وب200 عادي. فعشان يبقى عندك مهارة زي كده انت محتاج وقت، والموضوع بقى يعني خلاص مفيش اصلا وقت دلوقتي تعمل اي حاجة، انت محتاج اسرع حاجة في اسرع وقت. الحاجة دي هي الايجنسي او البيزنس. الايجنسي انت بتعمل وكالة لنفسك تبدأ ان انت تبيع فيها حاجة. بكل بساطة لو مشيت في الشارع ولقيت مثلا سوبر ماركت او واحد بيبيع احذية، فده عنده منتج بيبيعه. ده بالظبط اللي احنا هنعمله ولكن على الانترنت. الفكرة كلها في التجارة ان انت بتشوف منتج او بتشوف خدمة. المنتج هو ان انت مثلا تجيب منتج مادي او منتج ملموس زي الاحذية مثلا، زي المايك اللي قدامي ده دلوقتي انا ممكن اعمل شركة وافضل ان انا اصنعه وابيعه. والجزء التاني بقى ان انت تقدم خدمة، وهو مثلا دلوقتي انا لو انا ميديا باير ومحل الاحذية ده جه كلمني وقال لي انا عايزك يا احمد تعمل لي اعلان عشان ازود المبيعات عندي، فبالتالي لما انا بقدم له الخدمه دي انا باخد مقابل الخدمه مبلغ مالي او باخد مثلا نسبه معينه من الارباح. فبالطريقه دي برضو انا بقيت تاجر او بقيت عندي بيزنس برضو وببيع الخدمه دي، فاكني عندي بالظبط منتج مادي ببيعه ولكن هو خدمه بقدمها للشخص ده وباخد مقابلها فلوس. احسن حاجه في الفتره دي ان الناس كلها بقى عندها وعي بالخدمات الرقميه وعادي جدا ممكن يشتروا اونلاين، فما فيش اي مشكله مع الموضوع حاليا في العصر اللي احنا فيه. والحمد لله كل الناس دلوقتي بقت فاهمه يعني ايه سوشيال ميديا، بقت فاهمه يعني ايه اعلانات، يعني ايه جرافيكس، يعني ايه كل الكلام ده. فانت فعلا في فتره حلوه جدا 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 تبدا فيها، وكل اللي انت محتاجه الموبايل بتاعك او اللابتوب والانترنت، ومش محتاج فلوس ولا محتاج اي حاجه. كل اللي عليك ان انت هتبدا وتركز وركز معايا في الايام اللي جايه باذن الله تعالى هتقدر تعمل بيزنس قوي جدا في المجال اللي انت بتحبه او المجال اللي انت حاسس ان انت لقيت نفسك فيه، وان شاء الله ان شاء الله هتدخل دخل ما يقلش عن $1000 كل شهر. قبل ما تقفل الفيديو انا عايزك النهارده تكتب 3 اسباب شخصيه ليه اصلا انت عايز تبدا بيزنس اونلاين. يعني عايزك تقعد تتكلم مع نفسك تسال نفسك اصلا انت ليه عايز تعمل كل ده، يعني ايه الهدف اللي انت اصلا داخل عشانه وكل الكلام ده. التمرين ده هيفيدك جدا جدا جدا، هيعرفك كمان ايه الخدمه اللي انت ممكن تبدا فيها او انت حاببها. اتمنى اكون استفدت من محتوى النهارده، وباذن الله خلال الفتره اللي جايه وفي الايام اللي جايه ان شاء الله هتخلص ويبقى عندك بيزنس يدخلك دخل ثابت كل شهر. اهلا وسهلا بكم في اليوم الثاني، ودي المحاضره الاولى واللي نتعرف فيها مع بعض يعني ايه خدمه اصلا ويعني ايه ايجنسي والفرق ما بين الايجنسي والفريلانسر واكتر الخدمات المطلوبه والسوق بتاعها كويس جدا في 2025. خلينا نبدا على طول ومن غير كلام كتير ونعرف اول حاجه يعني ايه خدمه. الخدمه هي حل مشكله او تقديم قيمه مقابل فلوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا شركه ماركتنج بعمل اعلانات، فبيجي لي براند مثلا، البراند ده عايز ان انا احل له مشكله ان هو عايز يزود مبيعات، فبالتالي انا بقدم له حل المشكله دي عن طريق ان انا بعمل اعلانات للبراند ده، فبالتالي المبيعات بتزيد والعوائد بتزيد والبراند بيكسب، وانا طبعا بيبقى ليا نسبه ربح معينه او باخد مبلغ مالي معين على الاعلان اللي بعمله. فده بالظبط تعريف الخدمه، وهو ان احنا بنحل المشكله وناخد المقابل بتاعها فلوس. تاني حاجه معانا هي الفرق ما بين الايجنسي والفريلانسر. الفريلانسر هو شخص عنده مهاره
والمهاره اللي هي تبقى عنده مثلا زي التصميم، زي الفيديو اديتنج، زي الكتابه، كل الكلام ده بيقدر ان هو يقدم الخدمه دي كسيرفيس لاشخاص عاديه جدا، وياخد منها مقابل مادي او حتى الشركات. ولكن يعني بيبقى في شويه مشاكل، وده اللي بيخلي الايجنسي اصلا افضل من الفريلانسر. الفريلانسر يعني عباره برضو زي الموظف بالظبط، بيبقى وقته عباره عن فلوس. يعني أنا لو ما اشتغلتش النهارده مش هاخد فلوس، فبالتالي انا نفس فكره الموظف بالظبط. ولكن بيبقى طبعا الفلوس بتبقى بالدولار مثلا او مش بيبقى بالجنيه في الاغلب، فبيبقى يعني العوائد بتبقى اعلى شويه، فبيبقى طبعا افضل من الموظف بكتير. ولكن زي ما قلت لكم، لو انت مثلا تعبت النهارده، لو سافرت او وقفت شغل، كان عندك اي مشكله اي ظرف، طبعا الفلوس هتقف، لان انت في عملاء بتكلمك او انت بتكلم العملاء، فالموضوع كله بيقف بشكل كامل لحد ما ترجع تشتغل تاني. وده اللي بيخلي الايجنسي افضل بكتير، لان الايجنسي انت بتبقى عندك تيم كامل، التيم ده هو بيعمل الخدمه، وانت اصلا بيبقى عندك عملاء بالفعل. العملاء دي انت مش بتخليهم يشتروا منك وان تايم، انت بتخليهم لايف تايم. فكل شهر انت بتاخد منه مبلغ معين، المبلغ ده اصلا لوحده يعني انت بيطلع لك منه ارباح كل شهر. فبالتالي انت الفريق بتاعك بيكسب، وانت بتكسب من العملاء اللي عندك اصلا. يعني حتى لو ما جبتش عملاء الشهر ده او حصل لك اي دروب، فعادي جدا بيدخل لك فلوس غير الفريلانسر خالص. وانت كاونر مش لازم اصلا ان انت تشتغل في البدايه، انت ممكن بس في البدايه يعني تبقى بتظبط شويه حاجات، تظبط تعمل ليد جنريشن، تعمل اوتريتشنج، تكلم عملاء، تدخل ميتينجز. كل الحاجات دي انت بتعملها في الاول شويه لحد ما تجيب شويه عملاء حلوين. بعد كده السيستم اصلا كله بيمشي بشكل تلقائي، تبدا ان انت تاخد الشغل من العميل او تشوف هو ايه المطلوب اصلا، وتبدا ان انت تسلمه للشغل الاوت سورس، او لو انت هتعمل الشغل بنفسك. وزي ما قلت لكم، هي دي الحاجه اللي بتخلي الايجنسي افضل بكتير من الفريلانسنج، وافضل من التوظيف، لان انت بيدخل لك فلوس وانت نايم عادي جدا، لو حتى ما اشتغلتش الشهر ده او الشهر اللي بعده. برضو في شويه اسباب تخلي الايجنسي تكسب في المقارنه دي، وهي ان انت تقدر اصلا تكبر البيزنس بتاعك في اي وقت. يعني طول ما انت شغال تقدر تعمل سكيلينج، تقدر تعمل انت اصلا تزود المرتبات عندك، تزود الفلوس، تقدر انت تزود العملاء. فبالتالي انت بتزود الدخل بتاعك لما بتزود الفريق بتاعك وعدد العملاء، مش بس ان انت شغال تحط في وقت اكتر فهتعمل فلوس زي التوظيف. تاني حاجة طبعا الحرية، انت مش محتاج اصلا تشتغل على كل حاجة، انت بتاخد جزئية معينة بس من الشغل، وتبدأ ان انت تشتغل على ان انت تطور البيزنس بتاعك، تتكبر البيزنس، تبقى عندك ان انت هدف انت عايز تزود مثلا الفلوس. الشهر ده مثلا عايز اعمل مليون جنيه بدل ما كنت بعمل 100,000 جنيه. فيعني بيبقى في حرية كبيرة جدا في ان انت تطور البيزنس وتوصل اصلا للحرية المالية. تالت حاجة تقدر تخلي البيزنس بتاعك يبقى مسمع في السوق، ليك اسم كويس اوي في السوق. فلما حد يعرف مثلا او في عميل عندك اشترى الخدمه بتاعتك، ممكن يروح يكلم اي شخص تاني يقول له انا اشتغلت مع براند كذا او اشتغلت مع شركه كذا، فالشخص ده بيروح يقول للشخص ده، فالبيزنس بتاعك اصلا بيبدا ينتشر ويتعرف، والقيمه اللي انت بتقدمها بالناس بتبقى شايفه ان هي كبيره جدا، ويبداوا ان هم يدفعوا فلوس كتيره قوي عليها من غير اي مشكله. ونقطه مهمه جدا، انت مش لازم يكون عندك تمويل، مش لازم تبدا براس مال زي ما قلت لك، مش لازم يكون عندك خبره. كل اللي انت محتاجه الموبايل بتاعك او اللابتوب وانترنت، وتخش تكلم الناس، تبدا تشتغل وتجمع التيم الاوت سورسنج بتاعك. وبالظبط في خلال شهر او اقل من شهر باذن الله يكون عندك ايجنسي بتدخلك اكتر من $1000 كل شهر. دلوقتي جينا لاهم نقطه في المحاضره، وهي امثله لخدمات ممكن تبدا فيها في 2025. المجالات دي اصلا سهله جدا، مطلوبه جدا في السوق، يعني تقدر تشتغل فيها من دلوقتي من غير اي مشكله. اول مجال معانا هو الفيديو اديتنج ايجنسي. تقدر تعمل ايجنسي بتقدم فيها سيرفيس الفيديو اديتنج. يعني مثلا دلوقتي جالك يوتيوبر معين او انت بتستهدف اليوتيوبرز، اليوتيوبر ده هتعمل له مونتاج للفيديوهات بتاعته، والمونتاج ده انت بتخلي الشخص يعمله طبعا زي ما قلنا في الاوت سورسنج، وبتاخد المبلغ بتاعك. مثلا الشخص ده ياخد $100، انت بتبيع الخدمه ب 300، والفرق ده بيكون ليك. تاني حاجه هي اليو جي سي ايجنسي واليوزر جنريتد كونتنت، اللي هو انت بتعمل اصلا فيديوهات ماركتنج للشركات او للبراندات، بتصورها بنفسك. المحتوى ده سهل جدا ممكن تعمله. ممكن تبدا ان انت تعملها كايجنسي عن طريق ان انت بتعين اشخاص كتير معاك في الفريق. مثلا الاشخاص دي تبدا ان هي تصور معاها تليفونات مثلا، او معاها المايك مثلا، مايك وتليفون، يبداوا ان هم يصوروا الفيديوهات دي، وتبدا ان انت تقدم الموضوع ده كسيرفيس للشركات والبراندات. وتالت ايجنسي وهي من اشهر الايجنسيز اللي اتعملت لحد دلوقتي، وهي الديجيتال ماركتنج ايجنسي. ودي انا شخصيا كان عندي ماركتنج ايجنسي بالفعل، وكانت شغاله والحمد لله كنت بعمل منها فلوس كويسه جدا.
وانت بالظبط في الايجنسي بتعمل اعلانات للبراندات والشركات، تبدا ان انت تظبط لهم السوشيال ميديا، تعمل لهم مانجمنت، تظبط لهم كل الكلام ده بحيث ان هم يبداوا ان هم يعملوا عوائد اكتر ويعملوا فلوس اكتر وارباح، وبالتالي انت اللي يبقى ليك نسبه معينه او يبقى ليك مبلغ مالي. ورابع ايجنسي معانا وهي الويب سايت او اللاندنج بيج ديزاين ايجنسي، ودي من احسن الايجنسيز اللي ممكن تبدا فيها، لان انت مفيش شخص او مفيش كيان مش هيكون محتاج اصلا ويب سايت او محتاج ان انت تعمل له صفحه هبوط يعرض فيها خدماته او يبيع الحاجه اللي هو عايز يبيعها، مثلا زي ستور او اي حاجه من الحاجات دي. فطبعا البيزنس موديل ده كويس جدا، انت ممكن تبداه في البدايه، وكمان مش هتحتاج اصلا انت حتى تتعلم برمجه والكلام ده. انت بتبقى معاك حاجه اسمها الويب سايت بيلدر، زي هوستنجر، زي سيستمي، زي فريمر، حاجات كتير جدا. يعني لو كتبت بس على اليوتيوب ازاي تعمل ويب سايت هيطلع لك كل الشرح بالتفصيل، فما تقلقش خالص، المجال ده سهل ومطلوب جدا. اخر حاجه معانا وهي ان انت يبقى عندك ايجنسي بتقدم خدمات ليها علاقه بالجرافيك ديزاين، زي تصاميم السوشيال ميديا، زي تصاميم الاعلانات، تصاميم المطبوعات. كل الحاجات دي ممكن تقدمها للبراندات والشركات، وهتقدر تاخد عليها مبالغ كويسه جدا كل شهر عادي جدا. يعني حتى ممكن تتفق مع الشركه ان انت تعمل لهم 15 ديزاين او 15 مثلا بوست للسوشيال ميديا مقابل مثلا مبلغ معين كل شهر. فالمجال ده كويس، وهتقدر انت باذن الله تبدا فيه حتى لو انت مبتدئ، وان شاء الله طالع منه ارباح كويسه جدا. اخر حاجه حابب اقول لك عليها وهي ان انت اصلا مش هي دي الخدمات بس اللي موجوده، السوق مليان خدمات. فحتى انت ممكن تخترع خدمه من دماغك تقدمها للناس، ولكن ده بيعتمد عليك انت. انا عايزك انت بعد ما تخلص المحاضره دي هتبدا ان انت تجيب ورقه وقلم، وتبدا ان انت تبحث على النت كمان قدامك على شات جي بي تي على كل الكلام ده، وتدور على احسن خدمه مناسبه ليك انت، لان كل الخدمات بتتباع. يعني عندك النجار او السباك، كل الناس دي ما نقدرش نستغنى عنها، كله بيقدم خدمه معينه وانا بحتاجها. يعني حتى لو مثلا في شخص مش محتاجها هتلاقي في شخص محتاجها اكيد. فما تقلقش خالص، كل الخدمات مطلوبه، انت اختار الحاجه اللي انت تحبها وهتقدر تبدع فيها. ونصيحه مهمه جدا جدا جدا، ما تشتتش نفسك، ما تجيش تعمل مثلا ايجنسي تحط فيها 10 خدمات، هي خدمه واحده بس ركز عليها، عشان لما تحط تركيزك على خدمه واحده هتعرف تماركت ليها كويس، وهتعرف باذن الله تجيب عملاء كويسين جدا كل شهر. خلص الكلام اللي بقولك عليه دلوقتي حالا وابدا انت تشتغل على طول، ومستنيك في المحاضره الجايه يا بطل، والسلام عليكم. اهلا بك يا بطل في المحاضره التانية، والمحاضره دي يعني بسيطه مش فيها كلام كتير، ولكن هي اساسيات عشان تقدر ان انت تعمل الايجنسي بتاعتك حتى لو انت ما عندكش اي مهاره. فتعالى نعرف اصلا ازاي احنا بنقدم الخدمه، او ايه الاختيارات اللي احنا ممكن نعملها عشان نقدر نقدم الخدمه بتاعتنا. اول حاجه انت ما عندكش غير اختيارين. الاختيار الاول، انت لو عندك مهاره بالفعل وتقدر تحولها لبيزنس، فده اختيار كويس جدا، خش فيه وتوكل على الله وافتح البيزنس بتاعك وابدا على طول. لو انت مش متعلم مهاره ما قدامكش غير الاختيار التاني، والاختيار التاني هو ان انت بتمشي على نموذج اسمه الاوت سورسنج ايجنسي. والنموذج ده هو انت بتعتمد على اشخاص من بره محترفين في المجال، هم اللي بيقدموا لك الخدمه بتاعتك، وطبعا بتاخد نسبه على البروجكت مثلا اللي بتقدمه للعميل، بتاخد نسبه من الارباح بتطلع لك انت وشركتك. فالنموذج ده هو زي النموذج ده، ولكن هنا بيطلع له المبلغ بالكامل، وبرضه هو هيجي عليه فتره وهيحتاج ان هو يستخدم اوت سورسنج. فالاختيار التاني افضل اختيار تبدا فيه من دلوقتي. طبعا دورك الاساسي كصاحب ايجنسي انت بتركز على 3 حاجات مهمين جدا، وهي الكلاينت اكوزيشن اللي هو انت بتجيب العملاء، وتاني حاجه البروجكت مانجمنت، هو ان انت بعد ما بتستلم العميل ويدفع لك الفلوس ازاي اصلا بتدير المشروع بتاعك، وازاي انت بتسلم المشروع بشكل احترافي. واخر حاجه هي الريزلتس، طبعا لازم تقدم نتائج كويسه جدا للعملاء، ما ينفعش تقدم اي كواليتي وخلاص، بحيث العميل يبقى يديك راي كويس جدا في الشغل، ويبقى تقدر انت اصلا تستخدمه بعد كده ان هو يجيب لك عملاء، وتعمل مثلا ستادي كيس للعميل اللي جالك ده مثلا، وتبدا ان انت تعرضه على العملاء بعد كده. دلوقتي هتقولي مثلا يا احمد خلاص انا مش عندي خدمه فعايز ابدا في الاوت سورسنج ايجنسي، فاقول لك مثلا دلوقتي انا كمثال انا شخص ما اعرفش اي حاجه، وقررت ان انا هبدا في الفيديو اديتنج ايجنسي، ويعني مش عارف اعمل ايه. فاول حاجه بعملها ان انا بخش على فيسبوك وابدا ان انا ابحث في المجال. بكتب ايه مثلا، بكتب فيديو اديتنج ان ايجيبت، فبيطلع لي جروبات. يعني مثلا ما تعملهاش اول، خليها مثلا جروبس هنا، وابدا ان انت ادخل في الجروبات دي وتبدا تعمل اسئله. هتعمل اسئله عن ايه بقى؟ هتعمل اسئله ان انت محتاج ناس، هتقول مثلا انا محتاج يا جماعه ناس تشتغل معايا بنسب، مش محتاج ناس تشتغل معايا بشغل ثابت، لان انت ما ينفعش انت تبقى في البدايه وعايز شخص يشتغل معاك فول تايم وتديله مرتب، انت معكش اصلا فلوس. فانسب حاجه ان انت بتخليها بشغل النسب. زي ما انتم شايفين هنا كده شخص كان عامل اصلا بوست برضو، زي ما انتم شايفين هو بيقول له انا محتاج فيديو مدته من دقيقتين من دقيقه لدقيقتين، الفيديو هيكون فيه فويس اوفر بالاي اي،
هيكون توضيح، بس ده عايز فيديو واحد بس. فانت بتعمله بنفس الشكل ده، بس هتقول انا محتاج مثلا يا جماعه 5 مثلا فيديو اديتورز يكونوا يشتغلوا معايا بشغل النسب، وتعمل مثلا فورم على جوجل فورم تسال فيها عن الاسم مش عارف ايه الرقم، ويخشوا يسجلوا عليها او يخشوا يكلموك، وتبدا ان انت تدخل معاهم كول او ميتنج وش لوش كده، وتتكلم معاهم وتفهمهم انت بتعمل ايه، وتعرف منهم الاسعار، هم بيقدموا مثلا 15 فيديو بكام، 30 فيديو بكام. هو ده اللي انا هعمله لو انا لسه ببدا، يعني انا بقول لك الحاجات اللي انا اصلا هعملها. تمام. فدي احسن طريقه ممكن تجيب بيها ناس تشتغل معاك في الشركه بتاعتك عن طريق الاوت سورسنج. وزي ما قلت لك انت مش لازم تكون الخبير اللي بينفذ الخدمه، انت عادي جدا تقدر تدير الايجنسي بتاعتك، تقدر انت تجيب عملاء اكتر، تظبط كل الكلام ده، ويبقى عندك ناس محترفه شغالين في الايجنسي بتاعتك. فانا مش عايزك ان انت تشتت نفسك وتقول يا جماعه انا مش متعلم مهاره، انا فاشل، انا مش عارف ايه، كل الكلام ده غلط. انت ابدا على طول، وابدا ان انت تتعلم ازاي تتكلم مع العملاء، ازاي تعمل سيلز ميتنج، ازاي تعمل سيلز، تعمل بي اس ال او في اس ال، ازاي تعمل كل الكلام ده اللي يخليك اصلا تعمل فلوس اونلاين. وكمان انت الحاجات دي انت لو اتعلمتها انت هيبقى تبقى احسن بكتير من الشخص اللي شغال فريلانسر او الشخص اللي شغال موظف، لان انت عرفت ازاي تبيع الخدمه بتاعتك لاي عميل، وانت اصلا ما عندكش خبره غير بس خبره بسيطه عن المجال، يعني فاهم المجال بيتعمل ازاي والخدمه بتتعمل ازاي. ولكن اللي بيعمل الشغل والمحترف هو شخص عندك شغال تحت ايدك، وانت اللي بتشغله باذن الله. طبعا يعني الارزاق بتاعت ربنا كلها، ويعني ما تنساش برضو ان اي رزق يجي لك او اي حاجه تجي لك كتير، فلوس كتير فلوس قليله، هو بيبقى رزقك ورزق الشخص اللي معاك. فما تحسش ان انت برضو احسن شخص في الموضوع، يعني خلي عندك ثقه بالنفس، ولكن دايما توكل على الله وخلي ربنا دايما في حساباتك. طبعا بعد ما انت اخترت الخدمه بتاعتك وظبطت كل حاجه، عايزك انت تعمل زي ما انا عملت النهارده باذن الله في المحاضره دي، وتخش تطبق وتبدا انت تبحث وتكلم الناس وتبدا تعين ناس معاك. ومستنيك ان شاء الله يا بطل في المحاضره الجايه، والسلام عليكم. اهلا بيك يا بطل في المحاضره الثالثه، وهي واحده من اهم المحاضرات اللي عايزك تركز جامد قوي فيها معايا، وهي هتعلمك باذن الله لما بعد ما تخرج منها تبقى عارف ازاي تسعر الخدمه بتاعتك، ازاي يبقى تسعيرك مظبوط بحيث ان انت ما تخسرش اي عملاء ان شاء الله تبعت لهم او هم يبعتوا لك. فركز معايا لاخر المحاضره عشان ان شاء الله تستفاد كل الاستفاده الكامله. اول حاجه ليه التسعير مهم؟ السعر مش مجرد رقم وخلاص، السعر هو الحاجه اللي العميل فعلا بيشوفك بيها. يعني انت مثلا دلوقتي عملت السعر بتاعك قليل قوي، فاي عميل هيخش لك هيقول لك انا يعني، هيحس ان هو شاكك فيك، هيحس انت بتنصب عليه، هيحس انت في حاجه غلط بتحصل في الموضوع. وبرده نفس الكلام لو انت عليت السعر بتاعك قوي عن الموجود في السوق، فالعميل عمره ما هيشتغل معاك، هيقول لك انا في واحد شفته ارخص منك بكتير وبيقدم لي نفس الخدمه، فانا ليه هشترك معاك اصلا؟ فلازم دايما تحط نفسك مكان العميل. وده اللي بيخلينا نعرف بقى هنا ان احنا ازاي اصلا نسعر الخدمه بتاعتنا لو احنا لسه بنبدا. اول حاجه لازم تروح تشوف المنافسين اللي بيقدموا نفس الخدمه، يعني زي ما قلت لك انت بتروح عند اي ايجنسي تانية او اي منافس تاني ليك، تبدا انت تخش تكلمه كعميل، عميل مهتم مثلا، قول له انا في ريل استيت مثلا وعايز اعمل فيديوهات مثلا، عندي 15 فيديو بكام، طب الفيديو الواحد بكام، تعرف الاسعار كلها اللي موجوده عنده. وطبعا الكلام ده مش بتعمله على شخص واحد، بتعمله على من مثلا 3 ل 10، كل ما بتزود كل ما تعرف اسعار السوق اكتر. اسعار السوق مثلا في القاهره، في اسكندريه، في المنصوره، تعرف في كل المحافظات مثلا، او مثلا لو تشتغل على الخليج تبدا انت برضو تشوف الدول، يعني المناطق هناك اصلا، يعني تشوف اي مكان هناك وتبدا تشوف بقى الاسعار ماشيه ايه النظام. فلما تعرف الاسعار هتعمل ساعتها حركه كويسه جدا، وهي انت تقلل سعر السوق. يعني تشوف مثلا لو هو الخدمه ايا كان مثلا الخدمه، بس الخدمه بتعمل مثلا ب $300، تعملها مثلا ب 250، اعملها مثلا ب 200. تمام. فبس برضو ما ينفعش تقلل الخدمه بتاعتك جامد، ما ينفعش يعني السعر برضو بيبقى شكل الخدمه. يعني لو انا الخدمه بتاعتي خليتها ب 150، واحد بيعملها ب 300، فانا يعني فرق كبير قوي، خليت برضو الخدمه بتاعتي يبقى قيمتها قلت. فهي الخدمه ملهاش يعني القيمه ملهاش علاقه بالفلوس، بس اي عميل او اي كلاينت من بره او اي انسان طبيعي بيقيم الحاجه بالفلوس، فانت ما ينفعش برضو تخلي الخدمه بتاعتك ب $150، يعني برضو على حسب اسعار السوق، ولكن انا بتكلم بناء على ايه اللي هو المثال بتاع $300. فمثلا هتخلي الخدمه بتاعتك ب $200 وهتعملها على هيئه باكج، مثلا لو هو الشخص اللي انت سالته ده مثلا بيعمل 15 فيديو بس من غير اي خدمه تانية ب $300، لا انت هتعمل ب $200 وهتعمل 15 فيديو، وكمان هتديله مثلا خدمات اضافيه زي اداره، زي متابعه، زي تقارير، زي مش عارف ايه، تبدا انت تعمل له كل الكلام ده في باكج واحده وتبعتها له. طبعا العميل على طول مش من غير تردد هيشترك معاك. إيه اللي يخليني اشترك مع شخص تاني اغلى ومديني اصلا خدمه واحده بس؟ فانت مديني انا مثلا مديله شخص، انا مديله خدمه يعني فيها مثلا بتاع 10 خدمات اضافيه، وكل ده بسعر اقل من الشخص التاني.
فباذن الله العميل هيشترك معاك على طول من غير كلام. وزي ما انتم شايفين هنا كده، دي الاستراتيجيه اللي انا بقول لكم عليها، ان انت تبدا سعر باقل من السوق من شويه لكن مش ببلاش، وهتقدم الباكج كامل مش خدمه واحده. يعني مثلا بدل ما تقول 15 فيديو مونتاج، هتقول مثلا مونتاج 15 فيديو ريل، هتقول كتابه كابشنز، هتقول اداره ونشر، كل الكلام ده مقابل مبلغ معين. وباذن الله هتلاقي يعني ان شاء الله تلاقي عملاء كتير جدا بعد الموضوع ده. فدي اصلا دي الحاجه كمان اللي انا استخدمتها في الايجنسي اللي انا عملتها بتاعتي قبل كده، وفي الايجنسي بتاعتي الجديده، فانا استخدمت الموضوع ده وشغال معايا بشكل رهيب. وبرضه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انت ما ينفعش برضه بعد كل الكلام ده تدي العميل بقى كواليتي وحشه، وتدي له اصلا في فيديوهات مش كويسه، تدي له كل الكلام ده. يعني حرام، انت لازم تخلي القيمه بتاعت الحاجه اللي انت بتقدمها كويسه قوي، بحيث العميل ما يشتغلش معاك، يعني ما يندمش ان هو اصلا اشترك معاك، هيشترك معاك شهر واحد ومش هيشترك تاني. فلا، انا عايز العميل يكمل معايا لايف تايم، يقعد معايا 6 شهور، يقعد معايا 7 شهور، يبقى كل اعتماده عليا. فبالتالي انا خلاص، انا لو جمعت الشهر ده مثلا 10 عملاء، فانا خلاص ال 10 عملاء دول لو انا ما اشتغلتش الشهر اللي بعده زي ما قلت لك، خلاص انا داخلي دخل برضه. فهي دي الفكره كلها، ان انت تقدم كواليتي عاليه بسعر مظبوط وبشكل احترافي جدا. وان شاء الله لو طبقت كل الكلام اللي انا قلت لك عليه في المحاضره ده، وبعد ما خلصت بدات انت تجمع تكلم الايجنسيز التانيه، تكلم فريلانسرز، تظبط كل الكلام ده وتعرف الاسعار وتعمل باكج لوحدك، لو عملت كل الكلام ده بعد المحاضره دي، باذن الله دلوقتي انت هتكون جاهز ان انت تبدا تاسس البراند بتاعك. وده اللي احنا هنتعلمه بكره باذن الله بالتفصيل. فمش عايزك تستعجل، ظبط كل الحاجات دي الاول، ومستنيك يا بطل بكره باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في اليوم الثالث وهو يوم تاسيس البراند. طبعا يعني ده احلى يوم بقى في الكورس كله، عايزكم تركزوا فيه كده وتستمتعوا. اللي فات كله كان كلام، يعني كلام بقى مهم جدا برضه، طبقناه وظبطناه. عايزين بقى نشتغل بقى ونبدا ان احنا نعمل الهويه ونعمل الاسم بتاعنا ونعمل البراند ونظبط كل الكلام ده. فركز معايا، المحاضره ان شاء الله تكون لذيذه. فهات لك كده كوبايه شاي ولا اي حاجه ويلا بينا. اول حاجه اللي هو الايجنسي بتاعتك بتبقى عباره عن ان انت بتختار الاسم. طبعا لازم الاسم يكون سيمبل وبسيط، ما ينفعش تختار اسم معقد، اسم كبير برضو الحاجات دي بتبقى وحشه شويه في الكلام. يعني تخلي برضو الاسم بسيط عشان يعلم في دماغ العميل. وبرضو لما تعمل مثلا كونتنت ان شاء الله مثلا للايجنسي بتاعتك دي، يعلم في برضو في دماغ الناس ان هو الاسم مثلا زي مثلا الايجنسي بتاعتي فايرال اكس، بيبقى ليها مثلا لون معين، ليها اسم بسيط، الاسم ده بيسمع في دماغ الناس، لما بيشوفوا اللون بيعرفوا ان دي فايرال اكس بتاعت احمد. تمام، فده اللي انا بكلمك فيه. تاني حاجه هي اللوجو والالوان. طبعا اللوجو بتاعك انت ممكن تخلي اللوجو بتاعك عباره عن تكست بس، اللي هو نص معين ووراه مثلا خلفيه حلوه كده ولا حاجه، او اللون مثلا اللي انت هتستخدمه. او مثلا ممكن تستخدم اللوجو تخليه حاجه تاني، اللي هو بيبقى مثلا زي حاجه بتعبر عن البراند بتاعك. يعني مثلا لو هعمل حاجه ليها علاقه بالميديا باينج، ففي سهم مثلا طالع لفوق، حاجه ليها حاجه بتزود المبيعات، حاجه بتزود ارباح، حاجه ليها علاقه بالكلام ده كله. يعني الكلام ده هنشرحه بالتفصيل دلوقتي بشكل عملي، فمش عايزك تقلق منه خالص. وطبعا بالنسبه للالوان وكل الكلام ده، فانا لما باجي اعمل الاسم بتاعي والالوان، لازم برضو الاسم يكون ليه علاقه بالالوان. يعني الاسم لو حماسي او مثلا بيوحي بحاجه معينه، برضو لازم اختار له الوان مظبوطه. فاللي بيعمل لك الحوار ده كله شات جي بي تي، وانا هقول لك برضو هنعمل الموضوع ازاي بشكل عملي دلوقتي. تالت حاجه معانا هي التاج لاين او السلوجان بتاعنا، وهي الرساله او اللوجو الصغير اللي بيتحط مثلا على، يعني بتحط الكفر على الكفر بتاعك، يتحط على اللوجو من تحت، الكلام ده كله. يعني مثلا حاجه زي جمله قصيره بتوضح انت بتعمل ايه اصلا، او الايجنسي دي بتعمل ايه بالظبط. ايه هي التصاميم الاساسيه لاي ايجنسي بتبدا اونلاين؟ اول حاجه هي البروفايل بيكتشر اللي هي اللوجو اللي احنا بنعمله. تاني حاجه بيبقى الكفر للسوشيال ميديا. تالت حاجه بيبقى الباي على السوشيال ميديا. بعد كده ممكن نعمل بقى الهايلايتس، نعمل شويه حاجات كده بعد كده في المستقبل ان شاء الله. يعني دي بتبقى حاجات اساسيه انت لازم تعملها كبدايه، ما ينفعش تستغنى عنها. بعد كده بقى جزئيه من اهم الجزئيات اللي برضه ما ينفعش تنساها خالص، هي ان انت تعمل ايميل ودومين احترافي. مش شرط تعمل الكلام ده في البدايه، بس على الاقل تعمل مثلا اسم الايجنسي بتاعتك. يعني مش لازم تشتري دومين في الاول، ممكن تستخدم جيميل دوت كوم عادي جدا، مثلا فايرال اكس دوت اي جي جيميل دوت كوم. فبخلي مثلا الشكل الايميل بتاعي احترافي، بعمل جيميل خاص بالشركه بس، ما اقدرش ان انا استخدمه في اي حاجه تاني. بعد كده ممكن استخدم الجيميل ده بان انا افتح حسابات على السوشيال ميديا. برضو لازم ارتب الحاجات دي كلها، ولازم ارتب الباسوردات بتاعتي وارتب كل الكلام ده. يعني الحاجات دي معرضه ان هي برضو معرضه للخطر، فانا لازم الحاجات دي ابقى عارف هي موجوده فين، سواء بقى هعمل نوت بوك للحاجات دي، او هحطها مثلا على وورد فايل مثلا على اللابتوب بتاعي او على الموبايل بتاعي. فلازم دايما تبقى شخص منظم ومظبط كل حاجتك.
طبعا تاني حاجه زي ما قلت لك، انت بتعمل اكونتات على السوشيال ميديا بنفس الايميل عادي، وبتبدا انت تظبط الحاجات اللي قلنا عليها فوق. تالت حاجه هي انت تبقى عندك معرض اعمال احترافي، او تبقى عندك اصلا لاندنج بيج تجمع فيها كل الكلام ده. ولكن في البدايه انت مش محتاج تعمل الكلام ده، انت لسه شخص مبتدئ، فكل اللي انت محتاجه اصلا انت تكلم الناس اللي انت عينتهم عندك في الاوت سورس، وتاخد مثلا منهم المعرض الاعمال اللي هم عاملينه اصلا بتاعهم. تبدا انت تجمع الاعمال اللي معموله فيه، تعملها في معرض اعمال خاص بيك انت. يعني حاول تجمع الاعمال منهم، بحيث ان هم اصلا الاعمال اللي عملوها دي بتبقى واجهه ليك برضو. يعني برضو ما تنساش تستاذن الناس دي، تقول لهم ان انت يعني هتوري اصلا الشغل بتاعهم للعملاء، وهتستخدمه برضو في ان انت تجيب مبيعات وكده. وطبعا اي شغل بيجي عن طريق الحاجه دي بتوديه ليهم هم، فلازم تفهم الشخص انت بتعمل ايه عشان برضو ما يبقاش حرام عليك. وبعد كده بتخليه كأنه المعرض الاساسي بتاع الشركه، وبتستخدمه طبعا للتسويق في الخدمه بتاعتك، ان انت تجيب عملاء اكتر. بعد ما تكلم العميل توري له اصلا الشغل اللي انتوا بتعملوه وهكذا. يعني الموضوع ده مهم جدا برضو، ما حاول انت ما تنساهوش، حاول انت تظبطه في اسرع وقت ممكن. وكده احنا وصلنا لنهايه المحاضره الاولى في اليوم الثالث. طبعا عايزك تروح تعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، تجهزها، تعمل كل الكلام ده. يعني مش عايزك تعمل لوجو، ولا عايزك تعمل الوان، ولا عايزك تعمل كل الحاجات دي، لان احنا هنتعلم في المحاضره الجايه ازاي نعمل الموضوع بالتفصيل. بس انا عايزك تعمل ايميل احترافي، تعمل بعد كده الحسابات، تنشئ الحسابات، تعمل معرض الاعمال من الاشخاص اللي انت كلمتهم واللي شغلتهم معاك، وتخلص كل الكلام ده يا بطل، وتخش على طول في المحاضره الثانيه عشان مستنيك. هنعمل شغل جامد قوي. اهلا بك يا بطل في المحاضره الثانيه، وهي المحاضره الخاصه بالتطبيق العملي. المحاضره دي مهمه جدا، عملت لك فيها الشات جي بي تي مسج اللي احنا هنستخدمها على طول. مش عايزك طبعا تتعب نفسك، يعني انا بحاول اوفر عليك وقت عشان تنجز. فعملت لك المسج دي كلها. طبعا هسيب لك المسج دي في الديسكريبشن بتاع المحاضره. نبدا ان احنا ناخدها كوبي كده، ونطلع على شات جي بي تي على طول، واعمل له بيست. طبعا لو قرانا المسج بتاعتنا دي، هتلاقي ان هو بيقول له عايزك تعمل كخبير في بناء براند، الكلام ده كله، مبدأ بيزنس وكالة في مجال. وهنا بتكتب المجال بتاعك انت شغال فيه. يعني برضو لازم تعدل شويه على المسج عشان تبقى خاصه بيك انت. تقول له مثلا انا عايز مثلا المجال بتاعي فيديو اديتنج. يعني اقول له مثلا تقديم، او فيديو اديتنج بالانجليزي مش مشكله، سيرفيس. تمام. وهنا بيقول له اقترح لي 50 اسم بسيط سهل النطق، كلمة أو كلمتين من غير تعقيد، أو مخليها كلمة مثلا من غير تعقيد عادي. وطبعا بخليه يختار لي أسماء وبتاع، ويظبط لي اللوجو، ويظبط لي التاج لاين وكل الكلام ده. زي ما انتم شايفين عمل لنا أسماء جامدة أوي. هي دي الأسماء اللي أنا بقول لكم عليها، تبقى اسم بسيط، ميبقاش اسم مركب أو اسم كبير. عندنا هنا كليبزي، فيكستا، إديتفي، إيديفي، ريفو، أسماء كتير كويسة جدا والله. يعني ده حلو برضو. كليب ده كويس قوي. خلي برضو شوف هو مختار لنا ايه. يعني مختار لنا كليبزي ده برضو جميل، قصير سهل النطق، بيحمل معنى كليبس. في لمسة عنصرية عصرية بحرف الزد، يعني ليه علاقة بالجيل اللي احنا فيه دلوقتي، فهي كويسة بصراحة. لو خدناها كوبي كده مثلا كليبزي، ارشح لك كليبزي، هو اصلا رشحه لنا. يعني زي ما انا قلت لكم كليبزي كويس قوي. براند ايدنتيتي بقى، تعالى بقى في الالوان يا باشا. في اللون الاساسي هم خلوا لك ازرق سماوي، ومديك الكود بتاع اللون. تاني لون مديك اسود. تالت لون اللي هو المكمل بيكون اصفر فاتح. خلفيات ممكن نستخدمها ابيض او رمادي فاتح. طبعا دي براند كامله ممكن نستخدمها، طبعا هخليها معانا. وتالت حاجه معانا هي الخطوط. زي ما انتم شايفين هنا في العناوين هو عامل لي نوع خط معين، وفي النصوص عامل لي خط معين كمان. طبعا لما بخش على كانفا او على البرنامج اللي انا هشتغل عليه، ابدا ان انا اعمل سيرش واشوف الخطوط دي موجوده فعلا ولا لا. وان شاء الله يعني على كانفا هتلاقي كل الخطوط. عمل لنا التاج لاين والسلوجان اللي هو turn clips into impact، يعني تحويل الفيديوهات لشيء مؤثر. حلو جدا برضو. لو عايز يعني تغير، ممكن تقول له اعمل لي من الحاجه دي مثلا، تاخدها كوبي كده، قول له اعمل لي منها 20 نسخه مثلا عشان اشوف حاجات مختلفه وهكذا. فكره الشعار، هو بص عامل لك كمان فكره. يعني بيقول لك كلمه كليبزي ممكن تعملها كتكست زي ما قلت لكم. ممكن تخليه حرف السي، تخليه على شكل بوتون، نقطة مثلا فوق الاي، تخلي الكلمة مثلا بالاسود والبلاي بوتون بالازرق. ممكن تعمل حاجات كتير يعني قدامك. يعني انا هوريك دلوقتي احنا الموضوع بيطبقه ازاي على كانفا، وقد ايه اصلا الموضوع بسيط مش محتاج كل التعقيد ده. فخلاص كده احنا خلصنا شغلنا على شات جي بي تي، وهندخل دلوقتي على كانفا وهوريك احنا بنعمل الموضوع ازاي. عايزك اول ما تدخل على كانفا هتدوس على كلمة لوجو اللي موجودة هنا دي،
وهيفتح معاك لوجو جديد. تمام. اول ما يفتح معاك اللوجو هتبدا ان انت تخش على الشات جي بي تي وتخش تاخد الاسم تاني برضو كده اهو، وتطلع عند اللون. فين الالوان؟ الالوان اهي، عشان تخلي الاكواد معاك هنا عشان تقدر تستخدمها مره واحده على طول. تيجي هنا على اللوجو بتاعنا. كمان احنا قبل ما نعمل اي حاجه ممكن نكتب فيديو اديتنج هنا كده عشان يدينا حتى امثله للوجوز موجوده بالفعل ممكن نعدل عليها على طول. فاهو زي ما انتم شايفين حاجات جميله جدا ممكن نستخدمها اصلا مره واحده. فالموضوع ابسط، يعني موضوع بسيط جدا، مش عايز اي حد يتعقد من الموضوع. تبدا انت تدور بقى على حاجه مناسبه ليك. زي ما انتم شايفين كده انا عملت اللوجو بتاعي. اصلا انا عملت فكره زي ما شات جي بي تي قال لي على طول. دخلت على elements الموجوده في الجنب هنا، كتبت بلاي بوتون اللي هو الزر التشغيل، واخترت العلامه اللي موجوده هنا حطيتها هنا اهوت، وعملت اللون بتاعي نفس اللون اللي هو قايل لي عليه هنا اللي هو الازرق السماوي، وحطيت كلمه كليبزي في النص. ممكن هنا انا ده اللون اللي هو المكمل اللي هو قال لي عليه، بس انا ممكن اقوم جاي هنا مستبدل اللون اخليه هنا ابيض. انا شايف ان هو ابيض يعني احسن بكتير. زي ما انتم شايفين كده الشكل يعني احترافي جدا والله. هاجي هنا كده بخلي دي كده صغيره مثلا شويه واخليها في النص، وكده انا بقى عندي اصلا لوجو كامل. اجي بقى هنا مثلا اظبط مثلا شويه حاجات زي زي مثلا ده مثلا كده اخليه، يعني نعمل حاجات ليها علاقه بقى بعد كده ممكن استخدمها كبروفايل الكلام ده. يعني حاجات بقى اضافيه، يعني انت مش اصلا ممكن ما تستخدمهاش بس يعني عشان تخلي الشكل برضو حلو. يعني لو مثلا عايز تحتفظ الحاجه بتاعتك تيجي هنا اهو كده اهو تخليها turn clips into impact، واستخدمت نفس الخط اللي هو قال لي عليه. انا برضو انا عملت كل حاجه شات جي بي تي قال لي عليها. خليت برضو اللي هو البوبنز اهو اللي انا استخدمته شكله جامد. زي ما انتم شايفين اللوجو بقى شكله جامد. ممكن اعمل افكار اكتر من كده بكتير. تبدا انت تدور وتبحث اكتر عشان تقدر ان انت تعمل حاجه مناسبه ليك ومناسبه للسوق. يعني برضو تشوف المنافسين بتوعك بيعملوا ايه وتقلد، تحاول تقلدهم برضو شويه. يعني حاول بقدر الامكان انت تبدا تتعلم وتدور اكتر لحد ما توصل لنتيجه فعلا مرضيه ليك. طبعا بعد ما اخلص اللوجو بتاعي بخش بقى على الحسابات اللي انا عملتها على السوشيال ميديا، ابدا ان انا اغير البروفايل بيكتشر واحط الصوره اللي انا حملتها دي. وبعد كده مثلا احتجت بصورة كفر مثلا لفيسبوك، ابدا ان انا اخش برضه على كانفا اعمل نفس الموضوع واحط مثلا اللوجو تحت الكلمة دي. ولو مثلا حابب ان انت تضيف مثلا صورة مثلا لشخص او فريق عمل شغال وتقلل الحدة بتاعتها شوية وتحط الكلام ده، عادي ممكن تعملها. ولكن الحاجات دي برضو حاول انت ما تحطش تركيزك قوي عليها، انت ركز برضو ان انت تجيب عملاء ازاي. وده ان شاء الله احنا هنتعلمه في اليوم الرابع. ويعني بعد ما خلصنا اليوم التالت النهارده انا عايزك تطبق كل الكلام ده. تبدا ان انت تجرب تسال شات جي بي تي وتقول له ايه التصاميم اللي انا محتاجها اكتر. يعني لو حابب ان انت تعمل بعد كده هايلايتس تعمل كل الكلام ده سهل جدا جدا جدا. يعني انا مش عايز اخد وقتك واضيع وقتك في الشرح هنا، عشان كده انا بقول لك طبق بنفسك، جرب بنفسك وابدا ان انت اعمل. وطبعا في اليوم الرابع انت هتعرف الاساسيات بقى بتاعه التسويق والتسويق المدفوع والتسويق المجاني. فخلص كل الكلام ده قبل ما تخش على اليوم الرابع، وباذن الله مستنيك بكره يا بطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في اليوم الرابع وهو اهم يوم في الكورس كله، لاننا هنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها الكلاينت اكوزيشن او جذب العملاء. وده اللي هيخليك باذن الله انك تجيب اول عميل ليك بالدولار. فعايزك تركز معايا جامد، ومن غير ما نتكلم كتير خلينا نخش دلوقتي على الشرح بتاع المحاضره الاولى في اليوم الرابع. ركز معايا جامد وجهز النوت بوك بتاعتك ويلا بينا. اول مصطلح او اول حاجه لازم نركز عليها جامد جدا هي الاي سي بي. الاي سي بي هو الايديال كلاينت بروفايل، وده الحاجه اللي اسمها العميل المثالي. العميل المثالي بتاعك انت لازم تبقى عارف انت بتستهدف مين، او بمعنى اصح يعني احسن عميل انت هتستهدفه في السوق وهو ده العميل اللي هيشتري منك الخدمه. فانت لازم تبقى عارف مين العميل ده وبيقعد على ايه وبيعمل ايه وبيستخدم ايه في اليوم بتاعه. بيقعد على الانستجرام كتير، بيقعد على فيسبوك كتير، بيقعد على انهي منصه كتير. لازم تبقى عارف كل حاجه عن العميل بتاعك ده، لان هو يعني انت لو فهمت العميل بتاعك ده بيتكلم ازاي بيعمل ايه كل الكلام ده هتعرف ان انت تبيع له الخدمه بتاعتك.
فزي ما انتم شايفين هنا انا كاتب ازاي تحدد العميل المثالي بتاعك. دي اهم 3 اسئله لازم تسالهم لنفسك عشان تقدر تحدد العميل بتاعك. اول حاجه هو مين العميل، مثلا صاحب جيم، كوتش، يوتيوبر، مطعم، بيزنس اونلاين، شركه، ايا كان العميل بتاعك هو ايه، لازم تبقى عارف انت بتستهدف مين بالظبط. تاني حاجه هي ازاي يعني العميل بتاعك بيستخدم ايه اكتر او فين متواجد اكتر، هل هو موجود على فيسبوك جروبس، هل موجود على لينكد ان، هل موجود على تيك توك، هل موجود على الانستجرام. لازم تبقى عارف العميل بتاعك اصلا بيستخدم ايه اكتر منصة في اليوم بتاعه. تالت سؤال معانا هو ايه اكبر مشكلة عنده حاليا، يعني ايه الحاجة اللي بتواجهه او ايه يعني اكتر حاجة هو اصلا عايز يعملها. يعني مثلا عايز يجيب عملاء اكتر، عايز يعمل فلوس اكتر، عايز يزود مبيعات، عايز يعمل محتوى بروفيشنال، يعني تعمل له مونتاج بروفيشنال وتجيب له ناس محترفين يعملوا اصلا فيديوهات. ده لو انت مثلا فيديو اديتنج ايجنسي. عايز مثلا لو انت ميديا باينج، هو مثلا ممكن تقدم له ايه، هو عايز يعمل اعلانات عشان يزود الريفينيو، مثلا لما يحط انفستمنت فيجي له ريفينيو اكتر، يجي له عوائد اكتر. فكل الكلام ده انت لازم تبقى عارف العميل بتاعك هو بيفكر ازاي، هو ايه المشكله اللي عنده. فلو فهمت الدنيا دي كلها، العميل ساعتها هيقدر يدفع لك فلوس. يعني برضو مش لازم يكون اي مشكله وخلاص، لازم فعلا العميل يكون قادر يدفع فلوس. يعني برضو لما تيجي تستهدف العميل بتاعك، استهدف حد معاه فلوس، حد يعني بيدخل مثلا كل سنه 100,000 جنيه اقل حاجه. لو هتستهدف بره يبقى 100,000 دولار، هتستهدف في الخليج 100,000 ريال، وهكذا. يعني لازم العميل بتاعك تبقى انت عارف هو بيقبض كام كمان، عشان انت هتحدد له الخدمه ازاي، هتبيع له الخدمه ازاي. لو العميل بياخد مثلا 5000 جنيه في الشهر، ازاي هيدفع لك انت لوحدك 20,000 جنيه في الشهر مثلا؟ فلازم تبقى فاهم النقطة دي كويس جدا جدا. وخلينا دلوقتي مثلا ناخد مثال عملي على الفيديو اديتنج ايجنسي. لو احنا مثلا هنعمل الاي سي بي ليها، فالعميل بتاعنا مثلا هيكون انفلونسر مثلا، وليكن في مجال التكنولوجي. مثلا بيتواجد فين؟ بيتواجد مثلا على الانستجرام اكتر، بيعمل سكرولنج على الانستجرام اكتر، فممكن ان احنا مثلا نبعت له دي ام فيرد بسرعه. برضه موجود على يوتيوب، يعني بينزل اكيد بينزل مثلا شروحات، بينزل الكلام ده كله. اكبر مشكله عنده حاليا المونتاج بتاعه مش قوي. انا عملت المثال ده على كده، يعني مثلا انا شفت مثلا ان اغلب صناع المحتوى اللي ليهم علاقه بالتكنولوجي، لقيت ان في ناس كتير قوي مع المونتاج بتاعها سيء، فممكن انت تعرض عليهم الخدمه دي. وهكذا بقى، انت بتعمل الكلام ده كله على حسب البيزنس موديل بتاعك. يعني مثلا لو ميديا باينج، نفس الكلام برضو، هتعمل نفس الموضوع بالظبط. والعميل المثالي هو مش اكتر واحد محتاجك، هو اكتر واحد يقدر يدفع لك فلوس. لازم تركز في النقطة دي جدا. يعني حاول تشوف العميل اللي يدفع لك فلوس، مش العميل اللي هو يعني كل حاجة عنده مش كويسة بتاع، بس هو اصلا مش معاه فلوس يدفع لك. هو هيدفع لك مقابل الخدمة ليه؟ وعادي ممكن يروح اصلا يعني يعين حد عنده ويبقى مثلا مبلغ اقل بكتير. فانت برضو لازم تبقى فاهم مين هو العميل المثالي بتاعك، وهيقدر يدفع لك مقابل ان انت تحل المشكله بتاعته ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب في المحاضره الثانيه من اليوم الرابع. والمحاضره دي مهمه جدا، لان احنا دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نلاقي العملاء بتوعنا، وازاي نجمع الداتا بتاعت العملاء بتاعتنا. والمحاضره دي مش هيكون فيها اصلا، يعني هتبقى كلها لايف كده مع بعض، مش هنقطع حاجه فيها كتير. فزي ما انتم شايفين دلوقتي، خلينا نبدا على طول. واول حاجه لازم نعرفها ان احنا بعد ما عملنا الاي سي بي بتاعتنا وعرفنا مين العميل المثالي بتاعنا، هنبدا ان احنا دلوقتي نجمع الليدز. يعني ايه ليدز؟ يعني عملاء محتملين، عملاء ممكن يشتروا الخدمه بتاعتنا. وعشان نلاقي العملاء دول احنا بنستخدم طريقه الليد جنريشن، وهي ان احنا نبدا ان احنا نجمع الليدز دي بايدينا. وممكن نجمعها عن طريق المحتوى وعن طريق حاجات تانية كتير، بس الطريقه الاساسيه اللي احنا بنركز عليها عشان دي بتضمن يعني فعاليه كبيره جدا، وتضمن ان انت تروح للعميل المثالي بتاعك، هي الليد جنريشن. ودلوقتي هنشرح الموضوع بالتفصيل. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي في حاجه اسمها الشيت ده احنا بنجمع فيه كل حاجه. زي ما انتم شايفين دلوقتي الشيت ده هيكون خاص بالليد جنريشن بس. زي ما انتم شايفين هنا ده التاريخ اللي انت جمعت فيه الليد، ده اسم الشركه اللي جاي منها الشخص، ده الايميل، ده الاسم بتاع الشخص، ده اللاست نيم، وده الانستجرام لينك. لان احنا هنستخدم الدي امز زي ما قلت لكم، هنبعت رسائل على الدي ام عن طريق الانستجرام، لان الطريقه دي برضو فعاله جدا وانا مجربها وجابت نتائج كتير جدا معايا. يعني غير الايميلات، لو انت بتستهدف العرب، الايميلات حاليا يعني مش اقوى حاجه.
الغرب اكتر او العالم الاوروبي والحته اللي بره دي اغلبها بيستخدموا الايميلات بصراحه. لو انت بعت ايميل او عملت اوت ريتشنج عن طريق الايميل فغالبا يعني هيشوف الايميل بتاعك عادي جدا، غير العرب مش ممكن ما يبصش اصلا على الايميل بتاعك خالص، ولا يجي ناحيه الجيميل او يجي ناحيه ايا كان هو بيستخدم ايه بالظبط. فالطريقه الفعاله اللي احنا بنستخدمها هي الانستجرام لينك. نبدا احنا نجمع الانستجرام برضو، وبنشوف الحاله بتاعت الليد بتاعتنا، والايس بريك اللي هو ان احنا ممكن نخش له عن طريق حاجه معينه، يعني عن طريق بوست مثلا او عن طريق حاجه كويسه ممكن ندخل يعني دخله معينه كده هقول لكم عليها برضو باذن الله في الدي امز. خلينا دلوقتي بس نشوف الشيت ده مع بعض لايف دلوقتي. وزي ما انتم شايفين الشيت بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو عملنا زوم شويه زي ما انتم شايفين نقدر هنا نشوف التاريخ بتاعنا، نعدل في التاريخ، نقدر احنا نعدل في اسم الشركة، نعدل في الايميل. تدخل على الايميل كده تبدأ ان انت تعدل الايميل بتاعك اللي انت لقيته مثلا حسب الشخص اللي انت جمعته، تمام. وبتعمل الفيرست نيم بتاعه وتعمل اللاست نيم وتجيب الانستجرام لينك. زي ما انتم شايفين هنا انا مجمع اصلا ليد، يعني انا مجمعت شخص. زي ما قلت لكم انا كنت مهتم بحته التكنولوجي. في ناس كتير جدا في محتوى التك مش بيعملوا مونتاج كويس، واحنا قلنا مثلا هناخد ده مثال ان انا عندي فيديو اديتنج ايجنسي، ولقيت الشخص ده بصراحه زي ما انتم شايفين كده هنا اهو. الشخص اسمه عبد الرحمن تك، اعتقد انتم شايفين كده عبد الرحمن تك. عبد الرحمن تك ما شاء الله عليه هو محتوى كويس ومعروف، يعني برضو انا حاطط تارجت ان انا استهدف ناس اعلى من 100,000 فولو. فزي ما انتم شايفين هو المحتوى بتاعه كويس، بيجيب مشاهدات كتير جدا، محتوى الى حد ما يعني لطيف كويس، والهوكس بتاعته جميله. ولكن هو يعني مش كل الفيديوهات عنده كويسه في المونتاج، في فيديوهات فيديوهات لا. فزي ما انتم شايفين كده دخلنا على الفيديو ده مثلا هتلاقي المونتاج بتاعه برضو مش احسن حاجه. هو حاطط صامنيل كويسه بصراحه، ففرقت معاه برضو في المشاهدات شويه. ولكن احنا بنركز على المونتاج، فالمونتاج بتاعه مش كويس، المونتاج بتاعه وحش. ممكن يقدم مونتاج اعلى من كده بكتير ويفرق معاه جدا في البيرسونال براند بتاعته. فكل اللي احنا بنعمله ايه، خلاص انا جبت الشخص ده، ابدا ان انا اخد اسمه واخد اسمه الفيرست نيم واللاست نيم واجمعهم هنا في الشيت. عبد الرحمن تيك اهو. ممكن ما تلاقيش اللاست نيم اللي هو مثلا محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمود، ممكن ما تلاقيش اللاست نيم، فحط نفس اسم الانستجرام عادي. وفي الايميل يعني بتخش على الانستجرام ممكن تلاقيه حاطط الايميل، ممكن تلاقيه حاطط لينك تري زي ما انتم شايفين كده، ممكن تكون حاطط فيسبوك بيج. فندخل على مثلا اللينكات الموجوده هنا، ممكن تلاقي الايميل ممكن ما تلاقيهوش، يعني بصراحه مش دايما بتلاقي الايميل. هو هنا عشان بيستخدم الافيليت يعني بيكسب عن طريق العموله، فهو بيحط لينكات بس يعني عشان يكسب عن طريقها، فمفيش ايميلات. فنبدا ان احنا خلاص مش مهم، هناخد لينك الاكونت بتاعه ونعمل شير، وناخد اللينك كده كوبي لينك، ونرجع على الشيت بتاعنا، ونيجي هنا هنعمل تعديل خالص، ونعمل ممكن نمسح اصلا كل ده خالص كده اهو، نحط اللينك نعمل ابلاي، واللينك بتاعنا اتحط زي ما انتم شايفين. لو دوسنا عليه كده هيودينا على البيج بتاعت عبد الرحمن تك. فخلاص انت كده جمعت الليد. بتبقى يوم مثلا انت بتجمع فيه الليدز بتاعتك عبد الرحمن وهكذا. ولو جينا على فكره حاجه تسهل عليك جدا في الليد جنريشن، انت تدوس على العلامه اللي هي موجوده هنا اللي هي بتاعت الشخص، دوست عليها فوق اهي، بتدوس عليها وبيطلع لك حاجات مشابهه للاكونت اللي انت عملته، نفس يعني ناس في نفس المجال. تبدا ان انت تفتح بقى كده اهو اوبن ان نيو تاب، دوس كنترول وتبدا تدوس هنا وتدوس هنا وتدوس هنا، وتبدا تجمع البروفايلات دي كلها وتبدا تخش تشيك عليها. لقيتهم محتاجين مونتاج يعني احترافي شويه، هتخش وتاخد الايميل وتاخد الاسم وتاخد كل الكلام ده، وترجع على الشيت بتاعك تحط الحاجات دي، وكده بقى معاك شويه ليدز جاهزين ان انت اصلا تتواصل معاهم بعد كده. فدي اول خطوه اصلا عشان تبدا تلاقي العميل بتاعك. لازم انت تخش وتدور بنفسك، تحط تارجت ليك النهارده مثلا انا هعمل 20 ليد، فخلاص انا عارف انا هعمل ايه النهارده، وهكذا انت بتبدا انت تشتغل بالطريقه دي. فاول حاجه بنعملها هي ان احنا بنعمل الليد جنريشن. خلصت الليد جنريشن النهارده، بكره يا باشا بقى ابدا ابعت الدي امز بتاعتك. تبدا تبص انت مع جمعت كام ليد، جمعت 20، اخش لكل واحد وابدا ان انا ابعت له الدي ام او ابعت له رساله على الخاص، ابدا ان انا اتفاعل مع الاكونت بتاعه، اعمل لايكس، اعمل رد، اعمل له ريبلاي على ستوري، ابدا اتعامل معاه بشكل طبيعي. في الاول ما ينفعش ان انا اقول له يعني اخش له كده على طول انا عايز اشترك عايزك تشترك معايا، ما ينفعش. لازم ان انا
يعني اجهز العميل، اجهزه وادخل، يعني خلاص انا اتعاملت معاه طبيعي، اتكلمت معاه شويه، كل الكلام ده. بعد كده بدخل ان انا ابعت له رساله ليها علاقه بالشغل، اقول له انا بصراحه خدت بالي ان انت المونتاج بتاعك مش كويس، وفي شويه غلطات ممكن ان احنا لو عملناها او ظبطنا المونتاج ده يخلي الاكونت بتاعك يفايرال جامد جدا، ويخليك تجيب ليدز كتير وتبيع الخدمات بتاعتك، او تكسب عن طريق المحتوى من خلال ان احنا نظبط لك المحتوى بتاعك كاديتنج او كمونتاج يعني. فالفكره كلها ان انت تقدر تجمع ليدز، تخش بعد كده زي ما قلنا، وكل الكلام ده هنعرف ازاي ان احنا نتعلم نبعت ازاي رسائل للعملاء بتوعنا اصلا في المحاضره الجايه. وباذن الله في المحاضره الجايه هتتعلم ازاي اصلا تبعت للعملاء دي بعد ما جمعتهم، وازاي تبعت لكل واحد رساله مخصصه ليه او تبعت لهم كلهم مره واحده. هنعرف كل حاجه بالتفصيل. اهلا بيك يا بطل في المحاضره الثالثه، ودي واحده من اهم المحاضرات في الكورس، لان انت تتعلم ازاي تكلم اول عميل ليك عشان يدفع لك فلوس ويشتري الخدمه بتاعتك. اول حاجه احنا العملاء بتوعنا مش هنبعت لهم عن طريق الايميلات زي ما قلنا في المره اللي فاتت، هنبعت لهم دي امز او هنخش على الانستجرام نبعت لهم رسائل. فيعني بعد خلاص ما خلصنا احنا وجمعنا كل العملاء المحتملين بتوعنا بتوع امبارح، لو جمعنا مثلا 50 او جمعنا 20 او جمعنا 10 ايا كان انت جمعت كام، فانت دلوقتي محتاج ان انت تبدا تتواصل معاهم. فاول حاجه قبل ما نتواصل معاهم لازم نمشي على زي استراتيجيه كده نمشي عليها مع بعض، عشان نقدر ان احنا اصلا يعني نضمن ان هم يشتركوا معانا باذن الله. فاول حاجه قبل ما تكلم العميل بتاعك انت لازم تخش تعمل له فولو زي ما قلنا، وتخش تعمل شويه لايكس على البوستات بتاعته والكلام ده لمده يومين مثلا، وفي نفس الوقت بترد على اي ستوري بيعملها، تتكلم معاه في حاجه، يعني حاول انت تفتح معاه كلام، تبعت له رساله تكون يعني تخليه هو يرد عليك تاني، يعني يبقى يكون مجبر ان هو يرد عليك، ما ينفعش انت تبعت له اي حاجه وخلاص. وتعمل له كومنتس على البوستات بتاعته تقول له كويس شو مثلا، يعني حاول ما تقولش بقى واو حلو الكلام ده، لا خليك واقعي، خليك حقيقي في الكومنتات بتاعتك عادي. فتبدا تعمل الموضوع ده لمده مثلا يومين ثلاثه. بعد كده بعد ما تتكلم معاه خلاص وتفتح معاه كلام والدنيا جميله وبقيتوا تتكلموا اكنك متابع عنده عادي جدا، تبدا ان انت تبعت له الرساله اللي هتخليه باذن الله يشتغل معاك. في نوعين من الرسائل، personalized DMs والبالكينج DMs. البيرسوناليزد انت بتكتب رساله مخصوص لواحد، يعني خلاص انت استهدفت حد زي مثلا عبد الرحمن تك، فنبدا ان انا اعمل له رساله مخصوص ليه، اقول له مثلا انا شفت البوست الاخير ليك بتتكلم فيه عن كذا كذا كذا، ولكن يعني شفت ان المونتاج بتاعك مش كويس، ممكن ان انا احسنه لك، يعلي لك جدا المشاهدات، يعلي لك اي فلوس بتجي لك عن طريق المحتوى بتاعك او عن طريق انت بتبيع حاجه معينه. فالموضوع ده هيفرق معاك جدا. تبدا تتكلم او تكتب له رساله خاصه بيه، ما ينفعش انت تعمل رساله واحده تبدا تعدل فيها وتبعتها لكل العملاء، لا اعمل رساله خاصه بكل شخص. ابدا ابحث ودور في الاكونت بتاع العميل بتاعك وشوف الدنيا ماشيه ازاي، حاول تفهم كده هو بيعمل ايه وتخش تعمل له رساله. برده مش لازم تطول في الموضوع ده، يعني خليك ذكي، خليك اختار حاجه حلوه، اختار بوست كويس وفهمه ان انت مهتم وتتفرج عليه اصلا، مش داخل تبيع له حاجه وخلاص. فالفكره كلها في البيرسوناليزد ان هي بتخليه الشخص اللي قدامك ايه، اللي هو انت عارف ان انت داخل تتكلم معاه هو، مش باعت مثلا 1000 واحد غيره، لا هو بيبقى داخل حاسس ان انت فعلا عامل حاجه دي مخصوص ليه وعايز تفيده، مش اللي هو انت عايز تاخد منه خلاص فلوس وخلاص تعمل له اي خدمه وتمشي. لان برضو العميل بيهتم جدا بالنقطه اللي هو اول ما تخش عليه بتخش عليه ازاي، لو دخلت عليه بالدخله الصح باذن الله هيدفع لك فلوس عادي. تاني حاجه البالكينج دي امز، ودي يعني هي حلوه بصراحه عشان ما اكدبش عليك، ممكن تبعت 100 رساله في اليوم، 200 رساله ل 200 عميل، ويعني هي كويسه، ولكن الريفينيو او العائد عشان حد يرد عليك اصلا بيبقى قليل جدا. لو انا عملت 100 ممكن يجي لي 5 بس يردوا، و5 ده رقم كبير جدا، ممكن يجي لك 2. فمش بحبها بصراحه، بحس ان هي يعني اي كلام اللي هو اكنك ذكاء اصطناعي بتبعت لاي حد وخلاص. لازم تكون يعني بتشغل دماغك شويه، تعمل حاجه مخصصه للشخص اللي قدامك. وبعد ما عرفنا الفرق ما بين البيرسوناليزد دي ام والبالكينج دي ام، في حاجه انا عملتها لك هي الفريم ورك، بتمشي عليه 3 خطوات بتمشي عليهم باذن الله هيخلوا العميل بتاعك يشترك معاك باذن الله. فانت دلوقتي بعد ما خلصت واتكلمت معاه قبل كده، بتبدا بعدها تخش له، مثلا انا دخلت خلصت الكلام ده من يومين، فدخلت النهارده قررت ان انا خلاص انا هخش اكلمه في السيرفيس بتاعتي. فاول حاجه بقول له السلام عليكم، اهلا بيك يا استاذ، مثلا استاذ احمد، اخبار حضرتك ايه؟ بيرد بالسنه لحد ما يرد عليك، هيقول لك وعليكم السلام اخبارك ايه. تبدا ان انت تقول له
بصراحه انا شفت اخر فيديو ليك وعجبني جدا، وبسطت من طريقه شرحك لكذا كذا كذا، ويعني حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي او الكلام ده، ايا كان بقى انت مستهدف مين او بتتفرج على ايه. فتبدا ان انت تخصص الرساله تكون ليها علاقه بالفيديو او ليها علاقه باخر حاجه هو عملها، وتبدا تتكلم معاه في الحته دي شويه. تمام. هيقول لك شكرا ليك وبتاع والكلام ده كله. تقول له بقى بس بصراحه لاحظت مثلا ان الفيديوهات عندك فيها مشكله او فيها فرصه ان احنا ممكن نستغلها ونحسنها شويه، هتعلي التفاعل عندك جدا باذن الله، تخليك تستغل المشاهدات اللي جت دي كلها ان انت تزود مبيعاتك او تبيع الخدمه بتاعتك. فطبعا هيقعد يتكلم معاك شويه، يقول لك طب ايه المشكله الكلام ده كله، تقول له المونتاج بتاعك ضعيف، ايا كان ما انت السيرفيس اللي انت هتقدمها ايه، تبدا تتكلم معاه في حدود الخدمه بتاعتك. وتالت حاجه طبعا بعد ما اتكلمت معاه خلاص، انت بتقول له بقى المساعده بتاعتك هتكون ايه. تقدر تقول له مثلا انا عندي ايجنسي، الايجنسي دي متخصصه ان احنا بنعمل فيديو اديتنج، ودي النتائج بتاعتنا مع عملاء قبل كده. عميل مثلا من الشهر اللي فات، العميل ده عملنا له شويه حاجات كده وظبطنا له المونتاج بتاعه وضاعف المبيعات جدا وضاعف المشاهدات. لازم برضو الشخص انت داخل عليه توريه نتائج. طب تقول لي يا احمد انا هجيب نتائج منين؟ انا قلت لك قبل كده انت لما بتيجي تعين الشخص عندك بتشوف البورتفوليو بتاعه او معرض الاعمال بتاعه هو عمل ايه، وبتخش تستخدم من الحاجات دي. فخلاص انت معاك اصلا كيس ستادي او معاك عملاء قبل كده، فانت جاهز تشتغل على طول. انت معاك عملاء قبل كده واكنك عندك الشركه شغاله عادي جدا. فالفكره كلها هنا انت بتقول له انت عملنا كذا كذا للشخص ده وحسنا له الدنيا كلها. وبعد كده اخر حاجه هتقول له بقى ان احنا ممكن نخش ميتنج مع بعض ربع ساعه اوريك ازاي نزود اصلا التفاعل عندك ونزود المبيعات. وبعد ما تخلص الثلاث خطوات دول باذن الله العميل بتاعك هيحجز الميتنج، وهعلمك باذن الله بكره ازاي ان انت تظبط اللينك بتاع الميتنج بتاعك وتبعته له، ويبدا ان هو يحجز ميتنج معاك في اليوم المناسب ليك ومناسب ليه. وكل ده هيتعمل من غير ما تتكلم تاني خلاص. بعدها هتبدا تعمل معاه ازاي وتخش معاه الميتنج ازاي وتتكلم ازاي، وكل ده باذن الله هنعرفه مع بعض بكره. كل اللي عليك النهارده انت تتخيل ان في عميل هتبعت له وتبدا ان انت تعمل رساله بيرسوناليز او تعمل تسلسل رسائل بيرسوناليزد وتعمل شات فيك كده ما بينك وبين نفسك في ورق، وتبعت لي مثلا اللي انت عملته وانا هقول لك ايه اللي ممكن نحسنه مثلا مع بعض. او ان انت مثلا يعني تخش على شات جي بي تي تساله ايه اللي ممكن يتحسن، ايه اللي ممكن اظبطه. حاول ان انت تعمل كل حاجه بنفسك قبل ما تستعين باي شخص يساعدك في الموضوع. ولكن برضو بعد ما تخلص كل الكلام ده وخلصت كل اللي عليك تبدا بقى تستعين بشخص، تستعين مثلا بيا، تخش معايا ميتنج، تعمل كل الكلام ده، نخش مع بعض استشاره. تبدا ان انت تشوف اي حد، حتى مش شرط انا، يعني حتى لو دخلت لاي شخص تاني متخصص في السيلز مثلا او اي حاجه ليها علاقه بالشغل اللي احنا بنعمله، عادي جدا تخش مع استشاره توريه اللي انت عملته وهكذا. يعني انا مش بكلمك في حته ان انت تخش معايا استشاره، انا بكلمك عموما انت لازم تبدا تجرب وتستشير برضو الناس اللي حواليك اللي اشتغلت وعملت فلوس. فطبق كل الكلام اللي قلت لك عليه، وباذن الله مع الاستمراريه هتوصل لنتائج انت مش هتتخيلها. اهلا بيك يا بطل في اليوم الخامس، والنهارده باذن الله نتعلم مع بعض ازاي بندخل الميتنج مع العميل، وازاي اصلا نبعت له اللينك، وازاي نظبط اللينك بتاعنا، وبعد ما يخلص الميتنج اللي بيحصل، وازاي نستلم الفلوس، وازاي نبدا نسلم الشغل. كل ده باذن الله هنتعلمه النهارده. وخلينا قبل ما نخش في اي حاجه نتعلم. خلاص احنا دلوقتي دخلنا نبعت للعميل على الدي ام، فبعد ما خلصنا الشات محتاجين ان احنا نبعت له لينك الميتنج. ففي المحاضره دي دلوقتي هنتعلم ازاي احنا اصلا بنعمل الميتنج لينك، وده كله بنعمله عن طريق اداه اسمها كالندلي. فهنكتب كده على جوجل كالندلي، وهنطبق الموضوع دلوقتي مع بعض لايف. فخلينا اول حاجه نخش على اللينك بتاعنا من هنا، وكل اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل اكونت على كالندلي. فنعمل اكونت ازاي؟ بنخش على جيت ستارتد هنا، يبدا ان هو يطلب منك الاكونت بتاعك او الجيميل. نخش هنا كده، ونفترض مثلا انا هدخل بالجيميل بتاعي عادي جدا واعمل كونتينيو. ما تنسوش تعملوا الاوبشن ده، انا نسيت اعمله، نفعل الاوبشن ده قبل ما نخش نعمل كونتينيو. وبعد ما احمل معايا دلوقتي هيقول لي انت هاو دو يو بلان اون يوزنج كالندلي، يعني هتعمل كالندلي هتستخدمه في ايه. قول لي مثلا اون ماي اون عادي، يعني مش لازم يبقى انت هتختار التيم وكده. فبيقول لك وات از يور رول، اختار اي حاجه، ممكن تختار سيلز مثلا. هتستخدم انهي كالندر، او مثلا دلوقتي انت لو عندك على الجيميل هتخش هنا كده، ده الجيميل بتاعي، انا بخش هنا على الجيميل وفي حاجه اسمها كالندر اللي هو التقويم. التقويم ده مثلا هو لما انت بتربطه على كالندلي، انت ممكن تفتح التقويم ده كل يوم
وهتلاقيه يعني يقول لك ايه النهارده مثلا 4، هيقول لك مثلا النهارده في ميتنج ولا لا، وهكذا. بكره تبدا تظبط كل الكلام ده هنا وتفتحه معاك، يعني يبقى مفتوح عندك دايما كده كل يوم. وهتيجي هنا خلاص هتعمل كونكت. تعمل كونكت هيقول لك اختار الاكونت اللي انت عايزه، فنختار نفس الاكونت اللي احنا سجلنا بيه، نعمل كونتينيو برضو. وكده خلاص احنا خلينا الاكونت بتاعنا كونكتد بكالندري. فهيقول لك فماشي خلاص، هتدوس نيكست. بعد ما تدوس نيكست هيفتح لك الويكلي اورز، يعني انت هتكون فاضي امتى او متاح امتى كل يوم. ممكن تقول مثلا انت لو هتكون فاضي يوم مش هتكون فاضي يوم الخميس والجمعة، فمثلا ده سانداي، ده قصدي ساتردي اللي هو السبت، ده سانداي. ممكن نخليها مثلا الخميس، هنا نلغيه كده خالص ونلغي الجمعة، ونخلي مثلا احنا الميتنج بتاعتنا نعملها. انا عن نفسي مثلا ممكن اخليها من الساعة 12 لحد الساعة مثلا 8 بالليل. 8 بالليل يعني اللي هي 20، عشان ده 24 ساعة. وهكذا بقى انا ببدأ اخليها على نفس الوقت. فباجي اعمل هنا كده كوبي، خليها مثلا على Monday Tuesday Wednesday Saturday. خلاص الخميس والجمعة لأ. تمام. طبعا انت بعد ما تظبط الوقت بتاعك، لو عايز تخليه 12 ساعة مش 24، بتدوس هنا. بعد كده بتختار افريكا، بتيجي عند افريكا تختار كايرو. خلاص كده انت ظبطت المواعيد بتاعتك وتدوس نيكست. طبعا هيقولك دلوقتي انت عايز تكلم الناس على ايه، او تكلم العملاء بتوعك على ايه. هتقول له مثلا انت مثلا شوف انت عايز تكلم العملاء على ايه، عايز تكلمهم على الفون كول، عايز تستخدمه على انت تقابلهم اصلا في اي مكان، عايز تكلمهم على زوم. ممكن تعمل زوم، ممكن تعمل جوجل ميت، بس انا بصراحة بفضل جوجل ميت وبستخدمه دايما، فنختار جوجل ميت. انت بتختار الحاجات دي بناء على اللي يريحك انت عادي يعني. وزي ما انت شايف دلوقتي احنا عملنا اول ميتنج لينا نقدر نبعته للناس تبدأ ان هي تقدم عليه. ولكن انت لسه برضو مش جاهز، محتاج انت تعدل شوية حاجات. بتدوس على الثلاث نقط اللي هنا دول وتدوس على edit. هيفتح معاك هنا التعديل على الميتنج بتاعك. خلاص احنا عملنا انت متاح امتى ومظبط الكلام ده، انت ما تجيش ناحيته. هتختار الديوريشن كام، 30 دقيقة مثلا، مش مشكلة عادي. خلاص تمام. هدوس مور اوبشنز اللي هنا دي. هيفتح معاك بقى حاجات مهمة جدا. الديسكريبشن انت بتكتب هنا، يعني عايز العميل او اللي يخش ده يقرا يشوف الديسكريبشن ده يبقى عن ايه. لو مثلا meeting about video editing service، وهكذا تبدا انت تعمل حاجه يعني طبعا الحاجات دي ممكن تعملها بشات جي بي تي. هتخش تبعت له سكرين شوت يعمل لك الكلام ده كله، يعمل لك الديسكريبشن، تفهمه طبعا انت بتعمل ايه، وهيعمل لك الديسكريبشن عادي. هنا بيقول لك مثلا الاشخاص اللي انت تبعت لهم الدعوه او هتبعت لهم اللينك، الميتنج ده اصلا عن ايه. فطبعا انت داخل تفهمه او تطور الفيديوهات عنده، فهتقول الكلام، هتكتب الكلام ده في الديسكريبشن. تمام. الليميتس اند بافرز دي طبعا مالكش دعوه بيها، يعني هو هنا بيقول لك يعني تعمل ليميت للميتنج بتاعك كام واحد يخش وكده، فمالكش دعوه بدي، سيبه خالص زي ما هو. الفري اند بيزي طبعا زي ما هي برضو. البوكينج بيج اوبشن هنا ممكن تخلي تغير الوقت امتى. طبعا في التايم زون ديسبلاي هتختار اللي هي اوتوماتيكلي ديتكت، يعني هو هنا بيختار بيظهر له الوقت حسب بلده، فلازم تختار دي، ما ينفعش تختار ايه اللي هي التانية دي. تمام. خلاص كده انا خلصت السيتنجز بتاعت الاوبشن ده. خش على الانفايتي فورم. طبعا انا ممكن هنا اختار انا عايزه يملى ايه، او ايه البيانات اللي انا محتاجها منه، فهخليها مثلا فيرست نيم ولاست نيم والايميل. وهنا بيقولك يعني انت عايزه يعملها اوتو فيل اصلا ولا لا، فطبعا سيب دي عادي، مش انت تعملها، خلي دي بس. تخليه مثلا ممكن يضيف الجست، يعني يخلي حد اضافي يخش عادي، خليها. ممكن هنا بقى انت تبدا تضيف اسئله زياده، انت عايز تساله مثلا هو بيقبض كام، او الميزانيه بتاعته كام، كل الكلام ده ممكن تضيفه هنا عادي. ولكن انا مش برجح الحاجات دي، انا برجح ان هو يحجز الميتنج على طول، سهل الموضوع، بحيث ان هو يحجز الميتنج وخلاص يجيله الايميل ويبقى عارف ان هو داخل معاك في الموعد كذا. وباقي لك البيمنت والحاجات طبعا مالكش دعوه بيها، البيمنت انت بتستلم في بره الميتنج خالص. وهنا يعني كده خلاص الكونفirmation بيج هنا يعني زي ما هي برضو سيبها. تمام. هتيجي تدوس هنا على بريفيو لو انت عايز تشوف الميتنج بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا الديسكريبشن بيظهر هنا، الاسم بتاعك بيظهر هنا، حاول تغير الحاجات دي. طبعا انت محتاج تغير الاسم بتاع الاكونت بتاعك يعني على حسب شركتك، فتيجي هنا تخش على بروفايل وتبدا ان انت تضيف صوره بتاعت الايجنت بتاعتك، اللوجو، تضيف الاسم، الكلام ده كله هيبدا ان هو يتغير في صفحه الميتنج. تمام. بعد ما تخلص الحاجات دي كلها هترجع على الهوم، وانت دلوقتي بقى معاك لينك الميتنج. هتدوس على اللينك، كوبي لينك هنا
وابعته للعميل بتاعي في اخر الرساله اللي هي بتاعه الميتنج، اللي هو مثلا عايز تحجز معايا ميتنج 30 دقيقه، تقدر ان انت تحجز من خلال اللينك ده. ولو جينا فتحنا اللينك هنا كده عادي اكن داخل احجز، هيظهر لي زي ما انتم شايفين. طبعا هيظهر لي برضه على الموبايل بشكل كويس جدا، وهيظهر لي الايام اللي انا فاضي فيها اللي انا حددتها، اللي هي انا مش فاضي يوم الخميس والجمعه زي ما انتم شايفين، خميس والجمعه مش فاضي اهو، وفاضي في المواعيد دي. بختار مثلا يوم 23 ومن 12 لحد 8 لحد 7 ونص كمان، لان هو بيزود نص ساعه بتاعه الميتنج. فاختار مثلا الساعه 12 عادي. نيكست. يطلب مني الاسم الاول، الاسم التاني، الايميل. لو انا عايز اضيف جيست معايا احط الايميل بتاع الجيست. تمام. دينا سؤال انا نسيت اغيره، ممكن تمسحه خالص عادي. وهعمل حجز الميتنج، وهيجي لي انا ايميل وهيجي ليك انت ايميل، يعني انت صاحب الميتنج هيجي لك ايميل ان في شخص حجز عندك. او لو دخلت على الكالندر هنا هيظهر لك ان هو حجز امتى، يوم كام. لو يوم 6 هيظهر لك هنا كده في الجنب. تمام. ودلوقتي طبعا انت خلاص خلصت وجاهز ان انت تستقبل اول ميتنج ليك باذن الله. وان شاء الله لو بدات تبعت كتير هتلاقي ميتنجز كتير بتتحجز، ناس كتير عايزه تستفسر اكتر تعرف الاسعار. فان شاء الله ما تقلقش، كل عليك انت تجمع ليدز، تبعت لهم اللينك، وتتفرج على بقيه المحاضرات عشان تفهم ازاي تتواصل معاهم وازاي تخش معاهم الميتنج. وان شاء الله باذن الله تستلم المدفوعات بتاعتك وتبدا ان انت تقدم السيرفيس بتاعتك بشكل صحيح. اهلا بيك يا بطل في المحاضره الثانيه في اليوم الرابع. وفي المحاضره دي هنتعلم شويه اساسيات لازم نعملها مع اي ميتنج مع اي عميل، سواء بقى قبل الميتنج او بعد الميتنج واثناء الميتنج. فركز جدا في المحاضره دي وخلينا نبدا على طول. طبعا قبل الميتنج بنختصر شويه حاجات كده بنعملها في مصطلح اسمه الار كول او الار سي سي ال. طبعا اول حرف بيرمز للريكوردنج او تسجيل الاجتماع. لازم قبل ما تدخل مع العميل تفتح ريكوردنج كده للشاشه، او حسب السوفت وير اللي انت بتستخدمه. لو زوم بيعمل ريكوردنج عادي، لو جوجل ميت ساعات بيعمل ريكوردنج لو انت برو تقريبا. ولو ما بيعملش انت اعمل ريكوردنج للشاشه بالصوت عشان برضو تبقى بعد الميتنج تعرف انت غلط. في حرف السي انت بيرمز للكاميرا، لازم تفتح الكاميرا زي ما انا فاتح قدامكم دلوقتي كده اهو. و يعني لازم تظبط الكاميرا، على الاقل تستخدم تليفون كويس عادي اندرويد، مش لازم تستخدم حاجه تقيله. اهم حاجه انت تصور وتفتح الكاميرا بتاعتك. تاني حرف معانا، تالت حرف معانا هو السي، برضو السي التانية بتاعت الكلوزز وهي الملابس. انت لازم تلبس لبس احترافي. يعني انا مثلا لابس لبس بيزك اسود اهو زي ما انتم شايفين، ما ينفعش اروح البس تي شيرت عليه مثلا اي كلام من هنا، عليه صور، عليه الكلام ده كله، كل ده غلط، مش هيخليك احترافي قدام الكلاينت بتاعك. فركز على الاقل، انت مش لازم حتى تروح تشتري لبس بقى اولد ماني والكلام ده، لا انت يعني على الاقل هات لبس بيزك ساده، مش لازم حتى يعني تجيب حاجه غاليه، عادي اي حاجه، اهم حاجه يكون ساده ما فيهوش اي كلام كتير. واخر حرف معانا هو اللايتنج وهي جوده الاضاءه، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. والعميل لما يخش معاك الميتنج يلاقي ان جودة الصوت كويسة، جودة الاضاءة كويسة، الكاميرا مفتوحة، لابس لبس كويس، هيعرف ان انت مهتم بالميتنج بتاعه ومش داخل اي حاجة وخلاص عشان تلم اي فلوس. فهو يبقى فاهم ان انت تعب نفسك عشان تخش الميتنج. يعني مثلا انا حاطط اضاءات اهي، واضاءات الناحية التانية، واضاءات جنبي، وعامل يعني كذا حاجة، فلازم تبقى ظابط الدنيا. لو ظبطت الدنيا العميل بتاعك او الشخص اللي بيتغلط مع ميتنج هيكون اصلا مبسوط، يعني هيكون حاسس ان هو داخل حاجه جد، حاجه داخل مع شخص مهندم ظابط نفسه. فغصب عنه يعني دي حاجه سيكولوجيه جوه الانسان، فغصب عنه كده هيحس ان هو ايه، لا الشخص اللي قدامي ده شخص محترف وهيساعدني فعلا. تاني حاجه معانا داخل الاجتماع. داخل الاجتماع بيتلخص في مصطلح الار ار، واول ار معانا هي الريليشن، وتاني ار الريفلكت. الريليشن هي ان انت قبل ما تخش مع العميل لازم تبدا ان انت تتكلم معاه شويه في يعني في اي حاجه مالهاش علاقه بالشغل. تقول الجو عندك عامل ايه، انت ساكن فين، طب الكلام، تبدا تتعرف على العميل وتتكلم معاه كده واحده واحده، ويعني علاقه كده بعيد خالص عن الشغل اصلا. تمام. تاني حاجه الريفلكت، وهي التانية. العميل طبعا هيبقى مستني ان انت تتكلم وتعرض انت طب انت داخل تتكلم معايا ليه، هيقول لك كده، قول له بصراحه انا داخل معاك، تبدا تقلب الترابيزه عليه. بصراحه انا داخل معاك عشان افهم انت بتعمل ايه من الاول، ويعني تفهم هو اصلا، تقول له الكلام ده عشان هو يبدا يتكلم. يعني مثلا هنا زي ما انتم شايفين، اول حاجه انت مش بتتكلم ابدا مع العميل في الاول، خدها قاعده، ما ينفعش تفتح كلام انت الاول، ولا تقول انا بعمل كذا، ولا بقدم ما ينفعش تقول اي حاجه خالص عن الخدمه بتاعتك ولا البيزنس بتاعك. هيقول لك على طول، هو هيقول لك اتكلم، هيقول لك قول ايه اللي عندك.
فدي طبعا يعني اغلب العملاء في الشرق الاوسط بيعملوا الموضوع ده. هيقول لك انت هتفيدني ازاي؟ طب انت داخل ليه معايا؟ هتقول لي ايه؟ فاوعى ترد، اعكس السؤال. زي ما قلت لكم الريفلكت، بنعمل حاجه اسمها ريفلكت، بنعكس السؤال على طول. بتعمل ايه؟ يعني هو لو قال لك انت هتفيدني ازاي، انت تقول له على طول انا والله عايز اعرف اكتر عنك، عشان ما ينفعش اقول لك اي سيرفيس غير مناسبه ليك او اقول لك كلام غير مناسب. فبالتالي الافضل انت لازم تقول لي ايه الاسئله اللي عندك الاول، عايز تعرف ايه عني، عايز يعني تسالني عن ايه الاول وانا اجاوبك عليها الاول. بعد كده نبدا ان احنا نتكلم في السيرفيس بتاعتنا، هنقدم لك السيرفيس ازاي بناء على الكلام اللي انت قلته لي. فايه اللي بالترابيزه عليه على طول، ما ينفعش انت تتكلم في الاول. ودي طبعا حاجه مهمه من الحاجات اللي لازم تركز عليها، اللي هي الار ار الريليشن وريفلكت. تمام. تاني حاجه معانا برضو داخل الميتنج، ازاي انت تتعامل مع الاسئله. بعد كده بعد ما تخش في الميتنج، بعد الريليشن وريفلكت والكلام ده كله، هيبدا يتكلم معاك وهيديك الاسئله. فانت ازاي هترد على الاسئله بشكل احترافي؟ اول حاجه في هنا حاجه اسمها ال اي. ال الاولى هي listen، الاي هي explain. ال الاولى هي ان انت اول حاجه بتسمع السؤال. السؤال لو سهل اسمعه عادي جدا. تاني حاجه هتبدا ان انت عادي جدا، السؤال هو بيقول لك ايا كان بيسالك على ايه، بس السؤال مش صعب، ما فيهوش حاجه يعني، او انت مش انت عارف ترد على السؤال عادي. تبدا ان انت تشرح السؤال وتتكلم كده بشكل احترافي مع ايدك، حركه ايدك. هتقول له احنا بنعمل كذا كذا كذا، او نقدر نساعدك في الطريقه دي وهكذا. تبدا تتكلم معاه عادي، يعني انت بتجاوب السؤال، مش محتاج ان انت يعني تعمل اي حاجه. انت كل اللي انت هتعمله هتجاوب عادي اكنك بتكلم شخص طبيعي جدا. تمام. طبعا الاستراتيجي دي بتشتغل عادي اللي هي على الاسئله السهله. لو السؤال صعب وانت مش عارف ترد على السؤال، او ما كنتش متوقع ان هو يقول لك السؤال ده، فيعني مثلا نفترض ان هو قال لي يعني اديني مثال او مش عارف ايه الكلام ده كله، انت مش عارف ترد، انت اتزنقت، حاسس ان عميل زنقك في السؤال ده. فالسؤال لو جالك صعب انت بتعمل ايه؟ هتقول له يعني ممكن تعيد لي السؤال تاني بطريقه مختلفه لان انا مش فاهم السؤال قوي. ممكن لما يعيد لك السؤال بطريقه مختلفه تفهم انت السؤال وتعرف تجاوب عليه. يعني الموضوع ده انا مجربه وفعال. يعني حاول لما عميل يقول لك اي سؤال صعب قول له ممكن تقول لي السؤال تاني لان انا ما سمعتش او انا مش فاهم، او ممكن تقول لي السؤال بطريقه مختلفه لان انا ما فهمتش قصدك قوي، وهكذا. لما يشرح لك السؤال او يشرح لك الحاجه اللي جوه، اكيد هتلاقي ثغره كده جوه الكلام هو بيقولها هتعرف تجاوب بيها على السؤال. فدي استراتيجي انا بستخدمها دايما لما العميل بيسالني اي سؤال صعب او اي سؤال غير متوقع انا ما كنتش عارف ارد عليه. ان شاء الله باذن الله يعني دي كل حاجه ليها علاقه بالاسئله لو مشيت على الطريقه دي اللي هي ال اي والدي ار والار ار اللي هي الريليشن والريفلكت. لو طبقت كل الكلام ده داخل الميتنج ان شاء الله تخرج يعني وانت مقفل الميتنج خلاص، عملت كل اللي عليك. وطبعا ما تنساش تعمل ريكوردنج في الاول عشان بعد كده تفهم انت عملت ايه، الاخطاء اللي عملتها، طب ايه اللي ممكن اغيره، ايه اللي ممكن ما اقولوش، وهكذا. الحاجات دي يعني هتفرق معاك جدا. كل ما تسجل ميتنج ورا التاني تبدا تشوف انت بتتحسن ولا انت بتبوظ الميتنج اصلا وبتخسر العميل. اخر حاجه معانا وهي القرار الاخير او اللاست هوب. هنا طبعا انت عندك خيارين. اول حاجه لو انت مظبط السعر بتاعك، يعني مجهز اصلا اسعار ومظبط السعر هيبقى كام والفريلانس هياخد كام او الاوت سورس هياخد كام وكل الكلام ده وربحك كام، فهتعرض عليه سعر الخدمه بتاعتك. هتعرض عليه الخدمه هيقول لك لا السعر غالي، تبدا تتفاوض معاه شويه وان شاء الله توصلوا لسعر كويس. دي حاجه. تمام. تاني حاجه وهي ان انت لو ما عندكش سعر او انت ما جهزتش اسعار ومش متاكد من التكاليف والارباح، فما تقولش سعر. قول له انا هعمل لك عرض سعر وهوضح لك فيه كل حاجه وهبعته لك. تمام. خلاص انت كده خلصت نفسك وهتقفل الميتنج وهتبعت له وتعمل له عرض كامل بالاسعار بكل حاجه. طبعا مش هتقول انت التكلفه بتاعتك كام او الارباح كام، الحاجات دي خاصه بيك انت، اللي هتعرض السعر بس وتقفل مع الميتنج وتبعت له عرض السعر. تمام. دول كده الخيارين اللي قدامك. ولكن في حاجه مهمه جدا لو عملتها في الميتنج بتاعك هتفرق معاك جدا. العميل هيقول لك انت طب انت بتعمل الخدمه دي بكام؟ هيقول لك السؤال ده. اوعى تقول له سعر، ما ينفعش تقول له سعر ثابت. يعني لو انت حتى عارف سعر خدمتك ما تقولوش سعر ثابت، لان العميل ممكن يكون معاه فلوس فعايز يدفع اكتر. فاهم؟ يعني العميل ممكن يكون معاه فلوس، ممكن ما يكونش معاه فلوس فعايز يدفع اقل. فانت بتقول له انا بقدم الخدمه كرنج اسعار مثلا من $1000 ل $9000 او من $500 ل $2000 وهكذا، حسب الخدمه بتاعتك انت اقل حاجه ممكن تقدمها كام واعلى حاجه ممكن تقدمها كام. اعمل ده واعمل ده وقول له انا بقدمها من كذا لكذا. تمام. هيقول لك طب انا ممكن يعني لو انا حطيت 1000 مثلا ايه اللي هتقدمه لي وهكذا. تقول له بقى انت هتعمل له ايه.
لو عملت الموضوع ده هيفرق معاك جدا. وباذن الله يعني بعد ما تخلص الميتنج برضو ممكن تبعت للعميل، حتى تبعت له اللي هو البروبوزال او عرض السعر اللي تبعته له حتى بعد الميتنج، لو حتى اتفقتوا على السعر برضو تبعته له. الموضوع ده بيفرق جدا. وبعد ما يخلص الميتنج على طول تبدا ان انت تستلم المدفوعات. طيب انت هتستلم المدفوعات ازاي؟ المدفوعات بتاعتك انت ممكن تستلمها عن طريق الباي بال، ممكن تستلمها عن طريق انت تعمل فاتوره على ويب سايت، وده يعني مكلف ما تعملوش. ممكن تستلمها عن طريق فودافون كاش لو انت في مصر، تستلمها عن طريق الحساب البنكي لو في مصر او بره مصر، تبعت له الايبان ويبقى حول لك عادي جدا. ممكن تستلمها عن طريق الباينانس، تستلمها عن طريق العملات الرقميه. يعني عندك اكتر من حل تستلم عليه الفلوس بتاعتك، مش شرط تعمل بوابه دفع والكلام ده. تمام. طبعا العميل يعني قبل ما يشتغل معاك ما ينفعش انت تروح تشتغل قبل ما تاخد فلوس، فعلى الاقل تبقى محدد ديبوزيت. تقول له مثلا انت هتدفع، لان احنا اول مره نتعامل مع بعض، هتقول له انت بتحول لي ديبوزيت 50%. تمام. وتبدا ان انت تشتغل يعني تستلم الشغل على طول من بعد ال 50% دي. ما ينفعش تروح تستلم شغل تبدا تشتغل من غير ما العميل يقول لك انا مش هبعت لك حاجه. قول له للاسف ما بشتغلش غير بديبوزيت، واقفل مع العميل وما تشتغلش معاه. طالما العميل شافك كده من الاول وما وثقش فيك، خلاص اقفل مع العميل وما تتكلمش معاه تاني. قول له بصراحه دي طريقه شغلي وانا ما اقدرش اكمل معاك، لان انا دايما بتعامل مع اول عميل ليا، او مش اول عميل، هتقول دايما بتعامل مع اي عميل جديد ان هو يبعت لي ديبوزيت. بعد كده يا باشا خلاص احنا بقينا معروفين مع بعض وفي ثقه ما بيننا، خلاص انت اصلا كل شهر تبعت لي فلوس، انت خلاص ضمنت ان انا بقدم لك السيرفيس بتاعتي، مش هنصب عليك. فانت بتستلم ديبوزيت او 50% من المبلغ. بعد ما بتستلم الديبوزيت ده بتبدا تشتغل. وباذن الله في المحاضره الجايه هنتعلم ازاي نعمل الاونبوردنج، او ازاي نستلم الشغل بتاع العميل ونسلمه له ازاي، ونبقى منظمين جدا بحيث العميل يكمل معانا ان شاء الله لايف تايم ويبقى مرتاح جدا في الشغل معانا. اهلا بك يا بطل في محاضره الاونبوردنج. وفي المحاضره دي هنتعلم مع بعض ازاي نستلم الشغل، وازاي نعمل بلان كامله اصلا بعد ما العميل يدفع الفلوس او حتى لو ما دفعش الفلوس. عايزك تركز جدا معايا في المحاضره دي، وخلينا نبدا على طول من غير اي كلام. طبعا دي كانت كلاينت اونبوردنج كامله، اصلا تمبلت انا كنت عاملها قبل كده ليا يعني، او لايجنسي كنت شغال معاها. يعني حابين نفهم برضو الدنيا ماشيه ازاي. دي حاجه فعليه يا جماعه، مش حاجه انا عاملها مخصوص، دي حاجه فعليه، انا بس غطيت شويه في شويه حاجات قدام. فخلينا نبدا على طول. اول حاجه، لو عميل حجز معاك ميتنج على كالندلي، بعد ما العميل بيحجز انت بتخش طبعا على طول بيجي لك نوتيفيكيشن ان في، او يجي لك ايميل ان في حد حجز. فاول حاجه بتعملها بتخش تاكد الميتنج او الميعاد على العميل. تمام. تخش تقول انت حجزت في الميعاد الفلاني، وهل حضرتك متاكد من الميعاد، او يعني خلاص هنخش مع بعض في الميعاد ده. هيقول لك تمام خلاص. لو العميل تمام معاك هتخش على نوشن، او هتخش على اي نوت بوك، او على الورق بتاعك على المكتب ايا كان انت بتدون على ايه، او عامل اداره للمشروع على ايه. وهتكتب اسم العميل والحاله بتاعته، هل العميل خلاص اتاكدت ان هو هيخش في الميعاد ده، وفي ملاحظات معينه مثلا حابب توضحها، اي حاجه. طبعا لو انتوا تيم هتضطر انت تعمل نوشن، او هتعمل اي سوفت وير تتجمعوا عليه. تمام. فيعني حاول تهتم بموضوع نوشن. وطبعا هتلاقي فيديوهات كتير بتشرح نوشن على اليوتيوب. اكتب بس شرح النوشن وهيقول لك ازاي تتعامل معاه وازاي تستخدمه وتعمل بيه مشاريع والكلام ده. فنوشن سهل جدا ما تقلقوش. طبعا بعد ما العميل يعني خلاص انت ظبطت معاه وجه ميعاد الميتنج، فبتخش سيلز ميتنج مع العميل. طبعا احنا عارفين السيلز ميتنج ستاندرز اللي اتعرفنا عليها في المحاضره اللي فاتت، وعرفنا ازاي ندخل الميتنج مع العميل. طبعا بعد ما تخلص الميتنج قدامك حالتين، يا اما العميل يوافق ويدفع الفلوس، يدفع ال 50%، يا اما العميل ما يوافقش، قال لك انا مش جاهز الفتره دي او ايا كان. تمام. ففي 3 اسباب اساسيه هي اللي بتمنعه ان هو ما يوافقش. اول حاجه الفلوس مش مناسبه، او السعر اللي انت بتقوله مش مناسب، او الميزانيه معاه اصلا هو مش مناسبه، يا اما هو مش واثق في النتيجه، عنده تردد ان انت ممكن ما تعملوش نفس النتائج اللي بتقول عليها دي، او اللي انت وريتها له يعني، او ان هو اصلا مش واثق في النتيجه وعنده تردد، خايف ان انت ما تعملوش نفس النتائج اللي انت عملتها للعملاء قبل كده، او انت بتضحك عليه. هو بيبقى عنده دايما تردد. حط نفسك مكان العميل، فعادي عادي جدا تلاقي عميل يوصل للمرحله دي مفيش اي مشكله. او هو اصلا يعني متاكد من الخدمه بس مش جاهز ان هو ياخد قرار، يعني لسه برضه ما اقتنعش كفايه. فهنا احنا بنعمل ايه في الحاله دي؟ بنعمل حاجه اسمها الفولو اب. بنخش على الواتساب، بتبعت له رساله تقول له
بص تمام، خد وقتك في التفكير يا استاذ مثلا احمد، استاذ كريم، ايا كان، واحنا موجودين لو حبيت تبدا في اي وقت. بس عشان اساعدك تفكر بشكل اوضح، ممكن توضح لي ايه اللي موقفك حاليا، او ايه المشكله اللي بتواجهك مع الطلاق ان احنا نبدا مع بعض؟ هل الميزانيه؟ هل انت لسه مفيش يعني في وقت معين هتبدا عنده؟ او هل انت لسه محتاج وقت تفكر؟ تساله الاسئله دي او تبعت له المسج زي ما انت شايفه دي بالظبط، وشوف هيقول لك ايه. العميل يعني ممكن يرد عليك يقول لك اللي هو يعني معترض ليه على الخدمه بتاعتك، فساعتها انت هتبقى فاهم انت ازاي اصلا تتعامل معاه بعد كده. تمام. لو قال نهائيا خلاص، انت هتشكره بطريقه احترافيه، تقول له خلاص يا حضرتك احنا متشكرين جدا على وقتك وعلى الميتنج اللي دخلناه واتبسطت جدا وهكذا. حاول تبعت له فويس نوت، ما تبعتلوش كتابه. قول له متشكر على وقتك، ويعني كان ميتنج جميل، وحضرتك لو احتجت اي مساعده قدام احنا دايما موجودين، وحتى من غير اي حاجه يعني مساعده عموما. ودي حط بقى بعد كده انت يعني خلاص انت عرفت ان العميل ده مش هيشتغل معاك، حط كده اعمل ملف لوحده او شيت تاني اضافي، اعمل كوبي واكتب ان الشيت ده يعني ليدز غير مغلقه، او ليدز انت خلاص مش هيشتغلوا معاك. يعني ممكن بعد شهر كده وانت تخش تبعت لهم تاني، تقول له فيك صراحه احنا عاملين خصم حاليا مثلا، او بعد اسبوع تقول عاملين خصم، او في حاجه جديده عملناها، خدمه جديده وهكذا. طبعا الليدز دي ما ينفعش ترميها في الزباله، لا خلاص الليدز دي نستخدمها بعد كده تاني. بس ف يعني دي طريقه احترافيه للفولو اب لو العميل بتاعك ما وافقش انه يشتغل معاك. طيب دلوقتي لو العميل وافق ودفع لك اصلا 50% من المبلغ، فانت هنا بتبدا اول حاجه تاكد استلام الدفع مع العميل عن طريق البيمنت ميثود اللي انت مختارها، الباي بال او الاي بان، يعني حد يحول لك حواله من بره، او باينانس، ايا كان البيمنت ميثود ايه. فتبعت له على طول بعد ما تستلم الفلوس، تقول له ان انا استلمت المبلغ بنجاح وخلاص، دلوقتي هنبدا نجهز البروجكت بتاعك ونبدا نشتغل ان شاء الله على الشغل بتاع حضرتك. طبعا انت بعد ما تستلم الفلوس وتخلص كل الكلام ده، بتبدا تسجل العميل عندك في نوشن او في السوفت وير اللي انت بتستخدمه. تبدا انت تكتب اسمه، ممكن على فكره تعمل جوجل شيت، يعني مش شرط انت تستخدم نوشن، ممكن اصلا نعمل شيت زي بتاع الليد جنريشن بالظبط، نعمل واحد تاني ونكتب فيه الاسم ونكتب فيه احنا محتاجين نعمل ايه، لان زي ما انتم شايفين طبعا ده اون بوردنج خاص اصلا خدمه احنا بنقدمها تانية. ف يعني اسئله او حاجات ليها علاقه بالسيرفيس، فانت لازم تعمل برضو حاجه ليها علاقه بالسيرفيس بتاعتك. يعني لو مثلا سيرفيس ليها علاقه بالفيديو اديتنج، فانت بتفتح له فولدر باسمه فولدرات للسكريبتات، في فولدر للفيديو. طبعا انا عامل كده بصراحه لان دي بيانات حساسه شويه، ولكن انا حبيت ان انا اعرض لكم حاجه تطبيقيه شغاله بالفعل احنا شغالين عليها، ويعني ده اصلا اونبوردنج كامل لشركه. فانا بوريكم حاجه تطبيقيه في الكورس، مش بوريك تمبلت انا عامله خلاص عشان الكورس، لا. فلا دي حاجه خاصه اصلا بايجنسي شغاله وبتقدم سيرفيس ومعاها عملاء، والدنيا جميله جدا. طبعا هنا كان في بصراحه عاملين، عميل ليه علاقه بخدمات بالاي اي، وعميل ليه علاقه بالعميل عادي، فاحنا عملناها نورمال وعملناها اي اي. تمام. النورمال كلاينت هنا طبعا كاتبين خطوات التنفيذ بالتفصيل، عشان احنا عملنا الفايل ده ليه؟ عشان لما نيجي نخش او في عميل جالنا لو حد نسي الخطوات يبدا يخش، او مثلا انت هتضيف واحد هيشتغل معاك في الايجنسي بتاعتك، حد اضافي، او طبعا ما توريش الكلام ده للاوت سورس. الكلام ده لو حد زياده هيشتغل معاك، حد هيشتغل معاك في السيلز، يشتغل معاك في يخش سيلز ميتينجز، الكلام ده كله تبدا تخش على تديله اكسس على اللي انت عملته ده، ويخش ان هو يتفرج على خطوات التنفيذ بالتفصيل ويفهم ازاي بتتعمل والكلام ده كله. فطبعا احنا عملنا خطوات التنفيذ بالتفصيل هنا: جمع المعلومات، استلام المحتوى لو احنا فيديو اديتنج، الانتاج اللي هو احنا مديله كل اسبوع مثلا شويه فيديوهات احنا عملناها له او عملنا لها اديتنج وظبطناها وكده يعني وخلاص وجاهزه ان احنا نسلمها، فبنعمل فولدر تاني جوه برده الفولدر اللي احنا عملناه الاول ونديله اكسس عليه، وكل اسبوع هو هيلاقي فيه فيديوهات بتنزل. تمام. نفس الكلام برضو هنا اهو، تسليم المحتوى، نعمل جوه الدرايف بتاعه، نعمل ويك 1 اللي هو الاسبوع الاول، نبدا ان احنا نديله النسخه النهائيه، ولو في صمنيل هنعملها نديله برضو الصمنيل والكلام ده كله. صمنيل اللي هي الصوره المصغره بتاعت الفيديو. تمام. في مرحله النشر طبعا لو انت عامل مانجمنت للعميل ده او بتدير الحسابات بتاعته، هتوري له برضو الفيديوهات في الفولدر، تحطها على الفولدر هو يشوفها الاول ويأكد عليها لو في اي اديتس او اي تعديلات هو حابب يعملها. لو تمام فانت طبعا بتاكد على الفيديوهات التمام، وفريق الاداره اللي انت معينه الاوت سورس هو اللي هينزل الفيديوهات دي، يخش برده على الفولدرات دي ويبدا ان هو يرفع الفيديوهات بالكابشنز بالكلام ده كله. تمام. طبعا انا عامل لكم مثال حقيقي اصلا اللي هو الفيديو اديتنج ايجنسي، يعني لو حد مركز معايا من اول التحدي ممكن يطبقه،
ممكن يطبق فيديو اديتنج ايجنسي بالحاجات اللي انا شرحتها اساسا، مش محتاج اي حاجه تانية خالص. طبعا لو العميل بيرفع في نفسه نفس الكلام برضو، انت هتسلم الملفات على الجوجل درايف اللي انت عملته له، اللي هو الويك 1 او ويك 2 ويك 3 وهكذا. تمام. وطبعا اخر حاجه متابعه، لازم تتابع مع العميل دايما، كل اسبوع تبعت له على الواتساب ايه الاخبار يا استاذ كذا، ومش لازم ايميل، على الواتساب طبعا على طول او انستجرام. وطبعا في اخر كل شهر من الشغل بتاعك تبدا تبعت له التقارير، اداء الحساب، وصلنا المشاهدات قد ايه، عملنا ايه، ايه اللي حصل، عملنا مبيعات بقد ايه. لما تبعت له الحاجات دي كل شهر، هو لو شاف ان في نتائج، لا يلا بينا احجز لي الشهر التاني. فطبعا الموضوع هيفرق معاك جدا، لان انت عايز عميل يكمل معاك على الاقل 6 شهور، تبقى ضامن ان في دخل داخلك. طبعا زي ما قلت لكم هنا كان في اي اي كلاينت، طبعا دي بيانات حساسه ما اقدرش ان انا اعرضها بصراحه، ولكن هي نفس الموضوع في النورمال كلاينت بالظبط. انت بيبقى معاك تمبلت جاهزه خلاص، انت هتمشي على الاون بوردنج ده. ودايما لما تيجي تعمل اي خطوه خش على الاون بوردنج، انت عملت الخطوه دي ولا لا، شوف الخطوات اللي انت نسيتها، الخطوات اللي انت المفروض تعملها، تتابع الدنيا كده وتشوف فيه تحسن ولا لا، في عملاء بتيجي ولا لا، فين الاخطاء اللي انت عاملها وهكذا. طبعا انا معاك دايما لو انت محتاج اي استشاره، محتاج ان انت تكلم التيم ده من عندنا. طبعا معانا تيم كامل بيرد عليك 24 ساعه، فما تترددش اصلا انت تخش تسال على اي حاجه انت مش فاهمها. ولكن انا بنصحك برضو بموضوع الاستشاره، لو انت محتاج يعني خلاص انت خلصت الكورس كله وطبقت ومجبتش عملاء، طبعا يعني لو طبقت كل الكلام ده ان شاء الله هتجيب عملاء بشكل يعني سهل جدا، كل عليك انت تشتغل. وبصراحه الموضوع مش سهل ولكن هو مش صعب، يعني هو بيتطبق وبيحتاج وقت. ما ينفعش انا اجي اخدك من ايدك بقى خلاص بعد التحدي ده واقول لك تعمل ايه تاني، انا قلت لك على كل حاجه. فانت كل اللي عليك انت تطبق وتشتغل، على الاقل تطبق شهر. يعني ما ينفعش انت تبدا ان انت تشوف نتائج اصلا في خلال اسبوع، ممكن تعمل نتائج في اول اسبوع، وممكن تعمل نتائج في اول يومين 3 او في ال5 ايام اصلا بتوع التحدي. ولكن برضو لو ما عملتش نتائج ما توقفش، كمل واشتغل، هي النتائج دي اصلا والارزاق كلها بتاعت ربنا. فانت لو ليك رزق يعني لازم تسعى له، لازم تبدا ان انت تسعى شهر شهرين 3، ما جالكش رزق خالص واقفه معاك، اخرج اخرج، يبقى ده مش بتاعك. ولكن انت يعني ما ينفعش تحكم على حاجه من اول اسبوع ولا اسبوعين، اقعد شهرين 3 ابدا اشتغل على نفسك. والكورس معاك بتحديثات، انا التحدي ده انا باذن الله اي تحديث او اي حاجه انا شايف ان هي محتاجه تضاف هضيفها على طول. التحدي معاك مدى الحياه، باي تحديثات انا بنزلها طبعا هرفع على ستوري او هرفع على اي حاجه ايا كان، هبعت لك حتى لو في تحديث. فيعني التحدي معاك بكل تحديثات، اي حاجه اضافيه، اي حاجه انت مش فاهمها، حاجه لقيت الناس كلها مش فاهماها فلازم اضيفها، خلاص هضيفها عادي. فالكورس معاك بتحديثات، معاك بدعم، معاك بكل الكلام ده. تقدر اصلا تحجز معايا استشاره بعيدا عن التحدي، يعني لو انت عندك ايجنسي اصلا بالفعل بس دخلت عشان تاخد شويه خبره، ولكن عايز استشاره في حاجه معينه، تخش تحجز معايا الاستشاره عادي، وهسيب لك طبعا اللينك في، يعني تقدر تكلم الدعم تاخد اللينك، او هتلاقيه برضو عندي في الاكونت بتاعي. فيعني الاستشاره هتفيدك جدا، انا هدخل معاك ميتنج 1 تو 1، نبدا نتكلم مع بعض زي ما انا بكلمك دلوقتي، ونشوف انت عندك ايه المشكله عندك في الحاجه اللي انت عاملها، ايه الحاجه اللي معطلاك ان انت تجيب سيلز، ان انت تجيب مبيعات، ان انت تجيب عملاء. بس هو ده البيزنس عموما، وهو ده تقديم الخدمات، وان انت تعمل ايجنسي وتكبر الشركه، وتبدا انت تعمل الشركه على ارض الواقع، تأجر مكتب وتجيب ناس فول تايم. فالموضوع بيكبر واحده واحده، تبدا انت تكبر، تفهم الموضوع، تكسب، وتبدا ان انت تحترف الموضوع اونلاين زي ما انا شرح لك كده. احترفت الموضوع، عايز حاجه اقوى، عايز تعمل مبيعات اكتر، عايز تزود عايز تسكيل البيزنس بتاعك، ان شاء الله هيكون في اكيد استشارات، هيكون في باذن الله كورس ماستري، كورس انا هعمله تاني مثلا غير ده، او تحدي غير ده بس للناس اللي هي عملت فلوس. انا ممكن اعمل الكورس تاني ويكون لناس مع ما تقلش عن 100,000 مبيعات. انا عايز ناس عملت 100,000 جنيه على الاقل، خش معايا، خش التحدي ده. والتحدي ده يكون لناس في اي بي، ليهم كوميونتي معينه، ليهم كل الكلام ده، بشرح لهم ازاي يسكيلوا البيزنس بقى. خلاص الناس دي عارفه ازاي عملت البيزنس وعمل كل الكلام ده، الكلام ده كله لشخص مبتدئ مش عارف اي حاجه. لكن انت خلاص عرفت الكلام ده وعملت فلوس، ادخل بقى في المرحله التانية، ازاي تكبر البيزنس بتاعك، ازاي ان انت تعمل فلوس اكتر، تعمل 1,000,000 جنيه، تعمل 5,000,000 جنيه، 10,000,000 جنيه وهكذا. طبعا بتمنى لكم التوفيق، اي حد لسه بيبدا في الموضوع ده ركز اشتغل على البيزنس بتاعك. لو انت طالب ما تركزش كل التركيز على دراستك، خلي في وقت للدراسه، وقت للبيزنس، لان انت في الاخر الدراسه هي شهاده هتاخدها وتخلص وهتركنها على جنب، يا اما هتشتغل موظف ب 5,000 جنيه 10,000 جنيه اخرك.
فركز على البيزنس جنب الدراسه. لو انت بتدرس في جامعه، بتدرس في ثانويه عامه، ايا كان، ما تهملش الدراسه بتاعتك. اكسب الناحيتين، اكسب في الميتريكس واكسب بره الميتريكس. يعني خليك اكسب عندك بيزنس، واكسب برضو حتى لو انت يعني احتاج تشتغل موظف يا عم بعد او مع الشغل، فعادي انت كسبان برضو ومحترف، وهنا نمبر 1 وهنا نمبر 1. فركز على البيزنس بتاعك واشتغل جامد، وباذن الله هتعمل اول مليون جنيه في حياتك. بالتوفيق لكم يا ابطال، وان شاء الله باذن الله اي حد بينجح او بيعمل اي نتائج باذن الله يكون لنا مقابله مع بعض او حاجه على ارض الواقع. نخش مع بعض ميتنج. انا يعني بتمنى ان حد يعني فعلا يستفاد بالمحتوى ده ويكسب منه ويعمل فلوس. فان شاء الله هنتقابل وهنعمل كوميونتي جامده وكلنا هننجح. فما تقلقش، مش عايزك تضغط نفسك، اشتغل على نفسك وتوكل على الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.